ازيك يا صديقي وايه الاخبار؟ انا جايلك النهارده عشان افرجك جرعه انمي طرش الطرش. انمي انا متاكد انك لو اتفرجت على الفيديو ده من اوله لاخره هتتبسط بيه جدا ونهايته ممتعه جدا ليك، فعايزك كده تجهز لك اي حاجه تشربها وتعالى معايا استمتع بالعظمه دي. تخيل انك تكون شاب طبيعي وما تعرفش اي حاجه عن الدنيا وماشي في الشارع في امان الله بشكل طبيعي، وفجاه تلاقي مصاص دماء معدي من جنبك، وده بسبب بوابه اتفتحت بين عالم البشر وعالم مليان وحوش وكائنات غريبه، وده بالظبط اللي هنشوفه في انمي النهارده. بس عايزك قبل ما تبدا كده ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الطرش اللي هتنزل الفتره اللي جايه. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده يلا بينا نبدا العظمه دي. بيبدأ الانمي بتاعنا بشخص واقف في محطة المترو، وبيكون واضح ان هو الوحيد اللي شكله طبيعي على عكس الناس التانية اللي شكلهم زي الظل ولونهم باهت كده ومفيش اي حاجة منهم ملونة. وبيخبط الشخص ده في واحد من اللي ماشيين وبيعتذر منه لكنه حتى مش بياخد باله وبيكمل طريقه عادي جدا، وبيحس الشخص ده بالاحباط وبيقول لنفسه انه عايز يرجع لمدينته مرة تانية. وبنعرف ان الشخص ده اسمه ميكادو واللي بيكون قضى مراحله الدراسية كلها في البيت وما خرجش من المدينة قبل كده، والسبب اللي خلاه يخرج من مدينته ويروح للمكان ده هو انه عايز يحضر اكاديمية تيرا في اكبو الشرقية واللي هتبدأ في شهر ابريل، واللي بنعرف انها اكاديميه حلوه جدا ومصممه بشكل جميل. والسبب في ان ميكادو يحضرها هو صديق قديم ليه اتعرف عليه لما كان في المرحله الابتدائيه، وبرغم ان اهله رفضوا الفكره دي بحجه ان هي بعيده عن البيت وخايفين انه يتاذي الا ان هو صمم عشان كان نفسه يزور مدينه طوكيو. بنرجع لميكادو وفي وسط ما هو بيفكر بيدخل عليه صاحبه اللي اسمه كيدا، والغريب ان ميكادو لما بيشوفه بياخد وقت على ما يستوعب ان هو صاحبه، وبيفرح بيه جدا وبيقول له انه عدى وقت طويل جدا على اخر مره شافه فيها وانه اتغير لدرجه انه ما عرفوش في الاول وما كانش متوقع انه هيغير لون شعره. بيرد عليه كده وبيقول له انه فعلا عدى 4 سنين بحالهم لكنه لسه زي ما هو من وهم في ابتدائي، حتى شكله ما اتغيرش. وبيطلب منه بكل حماس ان هم يخرجوا من هنا وانه مزاجه رايق جدا وعاوز يمشي من الناحيه الغربيه. وفعلا بيمشي ميكادو وراه وبيقول في نفسه انه كان دايما بيتكلموا عن النت وبس وعشان كده ما كانش مستوعب المسافه اللي بينهم، لكن بعد ما اتقابلوا بعد 4 سنين بحالهم ادرك ان هم فعلا كانوا بيعيشوا في اماكن مختلفه، لكن كده زي ما هو ما اتغيرش حتى لسه بيقول نفس النكت السخيفه بتاعته. وكده بيقاطع تفكيره وبيساله لو في مكان معين عايز يروحه. بيفكر ميكادو كده شويه وبيساله عن مكان اسمه سينشاين 60، بيستغرب كده وبيقول انه لو عايز يروح هناك فالمفروض انه يروح مع صاحبته مش معاه هو، انت شايفني ازاي يا عم انت؟ وفعلا بيفكر ميكادو كده عن مكان تاني واسمه ايكابارو نيشي، لكن بيضحك كده وبيقول له ان المسيحيين بيطلقوا عليه اسم بوابه الحديقه الغربيه. بيرد عليه ميكادو وبيقول له انه على حسب علمه يعني ان كل الايكابورنيز بيطلقوا عليه نفس الاسم. بيقف كده وبيساله لو فعلا عايز يروح لهناك، وقبل ما ميكادو يرد بياخده من ايده وبيروحوا على طول، وبيطلب منه ميكادو انهم يروحوا وقت تاني احسن لان خلاص الليل جه وعصابه الالوان ممكن يقتلوهم. بيضحك كده بيقول له والله انا مش عارف ارد عليك ازاي وانت مقتنع بالهبل اللي بتقوله ده غير ان الساعه لسه 6 وقدامنا وقت كبير. وبيخرجوا اخيرا من المترو وبيكون ميكادو واقف مبهور وبيقول اخيرا شفت العالم اللي ما كنتش بشوفه غير في التلفزيون وعلى النت بس. بيضحك كده على كلامه وبيقول انه ممكن ياخدوا لسباق الخيول لو هو مش متعود انه يشوف مجموعه كبيره من الناس كده. وهم ماشيين بيحكي له كده ان ما بقاش في كتير من اعضاء عصابه الالوان زي زمان، كان في منهم كتير بيقفوا على نص الشوارع لحد اخر السنه اللي فاتت، لكن كتير منهم اتقبض عليهم بعد ما قتلوا عصابه سياتما ومن وقتها والشرطه دايما بتراقبهم. بيسالوا ميكادو لو اكيبو فيها امان دلوقتي، بيرد عليه كده وبيقول انه بيتكلم كانه يعرف كل حاجه لكنه في الحقيقه ما يعرفش تفاصيل كتير جدا، لكن لسه في مجموعات كتير من العصابه دي وعشان كده هو لازم ياخد باله كويس جدا. وهو ماشي بيخبط في مجسم على شكل بنت وبيفضل يعتذر لكن بيطلع من وراه ولد وبنت وبيكون واضح ان هم يعرفوا كده، وبيقول له الولد ده انه عدى وقت طويل من اخر مره شافه فيها. وبتساله البنت واللي بيكون اسمها كاريزوا من الولد اللي معاك ده، بيرد عليها كده وبيعرفها انه صاحبه من زمان وجاي هنا النهارده، وبيعرفوا كده عليهم كلهم. وبيكون في 2 قاعدين في العربيه واسمهم كادوكو وتوكوسا، وبيعرفهم ميكادو على نفسه وبيبص له يا ماسكي باستغراب ومش بيكون ميكادو فاهم هو قال ايه غلط، وبيساله يا ماسكي لو ده اسم قلم ولا حاجه. بتستغرب كاريزو وبتقول له هو ليه هيستخدم اسم قلم، لكن بتفكر وبتقول انه ممكن يكون بيكتب في مجله او حاجه من دي، لكن بيعرفهم ميكادو ان ده اسمه الحقيقي العادي. بيتفاجئوا جدا وبيفضل يا ماسكي يسقف وبيقولوا ان اسمه عامل زي ما يكون واحد من ابطال سلسله مانجا، وبيتحمس كده اكتر وبيتفق معاه على كلامه. وبيبقى ميكادو واقف مستغرب وبيقول في نفسه ان شكله كده مش هيعرف يتاقلم معاهم. وبعدها بيمشي يا ماسكي وكاريزوا وبيكمل كده وميكادو طريقهم، وبيقول له كده انه اكيد شايفهم ناس غريبه لكن هو لو على علاقه بيهم فهيحبهم جدا. وبيفضل كده يتكلم في حاجات كتير بكل حماس، وبيفكر ميكادو في ايه اللي حصل له بالظبط في ال4 سنين اللي عدوا، وهو ما كانش بيخرج من القريه بتاعته ولا كان بيتعامل مع ناس غريبه خالص. على الناحيه التانيه بنشوف شخص بيتكلم في التليفون وبيراقب بنت ماشيه في حالها، وبيقول للشخص اللي بيكلمه انه خلاص لقاها لان الوصف اللي هو قاله له بينطبق عليها بالظبط، وبيكون واضح كده ان دي عمليه خطف. وبنشوف الشخص اللي بيكلمه في التليفون وبيتحركوا عشان ينفذوا خطتهم وبيبقوا فرحانين جدا لانهم هيقبضوا من وراها كويس.
كويس. بنرجع للشخص اللي كان بيراقب البنت وبيروح لها وبيسالها لو هي الانسه ماجنتا، بتاكد على كلامه وبتساله لو هو ناكورا، وبيطلع تخمينها صح فعلا، وبياخدها ناكورا وبيمشي وبيقول لها ان الموضوع ما فيهوش اي مشكله، وفي كمان شخصين هينضموا ليهم. تفتكروا هم بيتكلموا عن ايه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه في باقي الفيديو، فعايزك كده تبقى مركز معايا. المهم بيروحوا عند عربيه اللي فيها الشخصين التانيين، وبيفتح ناكورا شنطه العربيه، وبنشوف الشخص اللي شفناه من شويه وهو متكتف وبيرحب بيها، وبعدين بيسال لو حد شايفهم، لكن بيطمنوا ناكورا وبيعرفوا ان مفيش اي حد موجود. وفي اللحظه دي بيهجم الشخص على ماجنتا وبيقول لها انهم خدعوها، وبيكتموا نفسها وبيدخلوها العربيه وبيتحركوا بيها على طول. لكن لسوء حظهم بيظهر شخص وبيكون شايف كل اللي حصل ده. بنرجع لميكادو وكده، ويعني الواد ما بيكونش بطل رغي، وبيكون ميكادو تعب جدا ومش عارف يحدد هو تعب من المشي ولا من الرغي والنكت بتوعه. وهم ماشيين بيقابلهم شاب ضخم كده، وبنعرف ان اسمه سايمون، وبيبقى واقف بيعمل دعايه للمطعم اللي شغال فيه، وبيكون عارف كده كويس، وبيساله لو عايز ياكل السوشي النهارده وما يشيلش هم الفلوس هيعمل معاه الواجب على الاخر. لكن بيعرفوا كده ان هو مفلس على الاخر، فمضطر يرفض العرض المغري ده وبيسيبوه وبيمشوا. وهم ماشيين بيتفاجئوا بجهاز غريب بيتحدف فوقيهم، وبيستغرب ميكادو جدا ومش بيكون فاهم ايه اللي بيحصل. بيرد عليه كده وبيبقى واضح كده ان هو واخد على الموضوع شويتين، وبيقول له ان ده كلام الشياطين، وبيطلب منه ما يقربش عموما من شخص اسمه شيزو. وميكادو طبعا ما بيكونش فاهم هو بيتكلم عن ايه اصلا. بنرجع للعربيه اللي خطفوا فيها ماجن، وبيوصلوا لمكان غريب وما فيهوش اي حد، وبيكونوا مستنيين ناس معينه لكنهم لسه ما وصلوش، وده اللي بيضايقهم جدا. وبعد شويه بيدخل عليهم شخص غريب لابس اسود وخوذه وراكب سكوتر، وبيستغربوا منه وبيسالوه عن سبب وجوده هنا، لكنه طبعا بيتجاهلهم ومش بيرد عليهم. وبيتعصب واحد من العصابه وبياخد عصايه كبيره وبيقول له ان لو ناوي يعترض طريقهم فهيقتله وبيهجم عليه. لكن الشخص ده بيطلع عليه بالسكوتر بتاعه وبيخبط دماغه في الحيطه بقوه كبيره وبيخلص عليه. والباقي طبعا ما بيكونوش مستوعبين اللي هم شايفينه ده وبيترعبوا جدا. وبيقدر واحد منهم انه يركب العربيه بسرعه، لكن ناكورو مش بيلحق وبيمسكوا الشخص ده، وبيفضل ناكورو يترجى يسيبه. وفجاه بيطلع الصاعق الكهربائي وبيكهربه وبيقع في ثواني، وقبل ما يفرح ويفكر نفسه انتصر عليه بيقوم مره تانية، وفي ثواني بس بيخلص عليه. والشخص اللي راكب العربيه الخوف بيزيد جواه اكتر، وبيقرر انه يهرب، لكن بيطلع وراه الشخص ده على طول. والشخص اللي في العربيه ده بيتوتر جدا ومش بيبقى عارف المفروض يتصرف ازاي في موقف زي ده. وفجاه بيقرر انه يوقف العربيه، وبيدخل فيه الشخص الغريب ده وبيقع على الارض، وبيخرج الشخص ده من العربيه وبيفرح انه اخيرا خلص عليه. لكنه طبعا بيتفاجئ لما بيلاقي ان الخوذه في ناحيه وهو في ناحيه، والمصيبه بقى انه بيكون من غير راس، وبيطلع منه حاله سودا شكلها غريب بتملى المكان، وبيخرج من ظهره سيف كبير جدا، ومش بيبقى فاهم الشخص ده هو من انهي نوع من البشر بالظبط وازاي قادر يكون كده. واول ما بيقرب منه بس بيخلص عليه في ثواني، وبياخد الشخص ده الخوذه بتاعته وبيمشي كأن ما حصلش اي حاجه. بنرجع لميكادو كده مره تانية، وبيسال ميكادو لو في ناس تانية المفروض ياخد باله منهم. بيرد عليه كده وبيقول ان من ناحيه العصابات ففي شخص اسمه ايزيا، وبيعرفه انه شخص خطير جدا وما يقربش منه مهما حصل، وكمان ما يتعاملش مع ناس بيتلقوا بالدولارات. بيستغرب ميكادو من الاسم، وبيكمل كلامه بيقول انه سمع انهم من عصابه الالوان، لكنه ما يعرفش هم بيمثلوا انهي لون بالظبط. وهم ماشيين بيخبط ميكادو في ماجنتا اللي بتكون بتجري وهي خايفه جدا، واول ما بتخبط فيه بيقعوا هما الاثنين، وبيقلقوا عليها جدا وبيروحوا لها بسرعه، وبيعتذر لها ميكادو، لكن هي اول ما بتستوعب الموقف بتخاف جدا وبتقوم على طول وبتجري باقصى سرعتها، ومش بيكونوا فاهمين هي عملت ليه كده، لكن بيتجاهلوا الموضوع وبيكملوا لف في المدينه عادي. وبيتحمس كده فجاه وبيقول لميكادو انه محظوظ جدا النهارده، وبيقول له انه لازم يشوف المدني الاسطوره بعينه، وبيجري وراه ميكادو عشان يلحقه، وبيساله هو يقصد مين بالظبط. بيعرفوا انه يقصد الدراج الاسود، وان هو من غير راس اصلا. ولما بيعدي من قدامهم بينبهر ميكادو بيه جدا، وبتبقى دي احلى حاجه شافها من ساعه ما وصل هنا. بيجي تاني يوم وبيروح ميكادو للمدرسه الجديده بتاعته، وبيعرف نفسه على الفصل بتاعه، وبيكون في بنت باين كده ان هي خجوله جدا بتعرف نفسها هي كمان، وبيكون اسمها انري. وبيبدا كل الطلاب ان هم يعرفوا نفسهم، وبيجي ولد متاخر وبيكون شكله اكبر شويه من باقي الطلاب، وبيطلب منه المدرس انه يقعد مكانه لكنه بيرفض، وبيعرفهم انه مش هيقدر يدرس لفتره او ممكن ما يرجعش تاني ابدا اصلا. وجه النهارده عشان يقول لهم كده وبيستاذن وبيمشي. والمدرس بيقول انه ممكن يكون دلوقتي مضطرب شويه. بيرد عليه سيجو بيقول انه شكله كده عنده حاجه مهتم بيها وبتمثل له حياته اكتر كمان، وما عندوش وقت للدراسه. وبيكون واضح كده ان ارني مهتم بيه وزعلت جدا من قراره ده. وبنشوف في الفصل ماجنتا واللي بنفهم انها كانت رايحه حفله انتحار جماعي، لكن يا عيني ما نجحتش وخطفوها. وبنعرف انها اتولدت في اسره عاديه وعاشت حياه من غير اي مشاكل، لكن لما دخلت المدرسه الاعداديه اتبعت ليها ظرف غريب، وكان جواه صور لوالدها مع ست تانية غير امها. ومن ساعه يا عيني ما شافت الحاجات دي وعرفت الحقيقه ما بقتش تثق في ابوها خالص. والمشكله ان ما فيش حاجه اتغيرت ولا امها حتى اكتشفت الموضوع، وعشان كده قررت انها تنتحر. وفي الفتره دي اتعرفت على ناكورا اللي فضل يقول لها انه فاهمها ومر بحاجه شبه كده كمان، وهي انه كان بيحب بنت جدا لكنها بقت تخرج مع ابوه بداله، لكن الشخص اللي ما قدرش يسامحه هي امه، وانها قالت له ان الموضوع مش مستاهل يعني ومش لازم يكبره. وفهم ساعتها انها كانت بتهتم بسمعتها اكتر من مشاعره، وبيطلب منها ان هم ينتحروا سوا، وانهم لو ماتوا يمكن اهلهم يحسوا بالذنب، وبتحس ان الكلام ده بيشجعها اكتر. المهم بتفوق وبتنزل تقابله عشان ينتحروا سوا، لكنها لما شافته كانت حاسه ان ده مش ناكورا، بس فضلت ماشيه وراه وخلاص عشان تنفذ اللي في دماغها. وفي الاخر حصل
اللي حصل واتخطف، ولحسن حظها بيكون في حد شاف كل ده وهو اللي بعت الدراج الاسود ليها عشان يخلصها من المجرمين دول، وبيقدر فعلا ان هو ينقذها وبياخدها وبيوصلها لمكان معين، وبتبقى حاسه ان هي بتحلم. ولما بتوصل للمكان ده بيعرفها ان في شخص مستنيها فوق، وبتطلع فعلا وبتقابل الشخص اللي شاف الحادثه من البدايه، وبيعرفها ان هو ناكورا اللي كان بيكلمها، وبتفرح جدا وبتساله لو هو اللي ورا انقذها، وفعلا بياكد على كلامها، وبتساله لكن انت عرفت منين ان حصل لي كده اصلا؟ بيرد عليها رد بيفاجئها جدا، وبيقول لها لان انا الشخص اللي امرتهم يخطفوكي اصلا. وبيكمل كلامه وبيقول لها ان هي كانت بتفكر في الانتحار، لكنها لما تعرضت للخطف خافت جدا وحست بالخطر، ولما تم انقاذها حست بالراحه، وده معناه ان هي مش عايزه تموت ولا حاجه. وبتبقى ماجنتا واقفه يعني مصدومه من اللي بتسمعه، وبيكمل كلامه بيقول لكن ده مش معناه اني بحبك انت يعني اللي تاخدي مقلب في نفسك ولا حاجه. وبتسال ماجنتا لو كل ده كان كذب، وفعلا بياكد على كلامها وبياخدها وبيطلعوا فوق السور، وبيقول لها ان في ناس كتيره نطوا من هنا قبلها. ولما بتبص ماجنتا على بقع الدم اللي موجوده على الارض بتخاف جدا، وبيقول لها ناكورا انها مش مميزه يعني ولا حاجه، فدي هتكون نهايتها، مع ان قصتها ما تستحقش كده، اهلها هم اللي تافهين اكتر منها. وبتتعصب ماجنتا وبتضربه بالقلم، لكنها بتكون خلاص هتقع وبيمسكها ناكورا، وبيسالها لو عايزاه يسيبها تقع وتقابل مصيرها، لكنه مش بيعمل كده وبيسيبها وبيمشي، وبيقول لها انه اتبسط النهارده وكل اللي هي كانت بتعمله كان هو متوقعه اصلا، وكان عارف انها مش عايزه تموت ولا حاجه، وبيوضحها في الاخر وبيمشي. لكن ماجنتا المجنونه دي بتقرر انها تنتحر برضه عشان تثبت ان كلامه غلط، وبتنط فعلا، لكن ناكورا بيبقى عارف انها هتعمل كده، وبيقدر الدراج الاسود ان هو يلحقها، وبيقومها، وقبل ما بيمشي بتساله ليه عمل كده، وبيعرفها ان العالم مش بالقسوه اللي هي فاكراها دي، وبتقتنع فعلا ماجنتا بكلامه، وبتقرر انها تسامح اهلها وتعيش بشكل صح. ومن اليوم ده نظرتها للحياه اتغيرت، وبقى ليها احلام واسرار زي كل الناس، وبتستوعب اخيرا ان الحياه مش بالقسوه اللي كانت فاكراها. بيجي تاني يوم في المدرسه وبيعملوا انتخابات في الفصل، وبيسال المدرس لو حد عايز يرشح نفسه يبقى امين الفصل، وبيفكر ميكادو كده في الموضوع وبيقرر ان هو يرشح نفسه، لكن بتسبقه ارني وبترفع ايديها الاول، وبيقول لها المدرس انه هيسيب الباقي عليها، وبتقوم وهي متوتره جدا وبتسال لو في طالب ولد عايز يرشح نفسه معاها. بيفكر ميكادو في الموضوع وبيقول انه ممكن يكون عائق وما يعرفش يعمل حاجه، لكنه برضه مش عاوز ان حد ياخد منه المنصب ده، وبعد تفكير طويل بيقرر انه ياخد الخطوه وبيرفع ايده، وفعلا ارني بتكتب اسمه. وبعد ما الحصه بتخلص وبتخرج من الفصل بيجي وراها ميكادو، وبيبقى باين كده انه معجب بيها، وبيقول لها ان الاجتماع اللي هيعملوه بكره مع باقي الفصول ده هو ما عملش حاجه زي دي قبل كده. واول ما بتشوف ارني المدرس في الطرقه بتتوتر وبتعتذر من ميكادو ومش بترد عليه حتى، وبتسيبه وبتمشي على طول، وبيقول له كده انه اتغير خالص على لما كانوا في الابتدائي، وانه كان بيعيط اول ما تطلع عليه اشاعه مع حد، لكن دلوقتي هو اللي بيخطط وبيتكلم مع البنات كمان، وبيعرفوا انه لازم يبذل مجهود اكبر شويه عشان يعيش قصه حب خياليه. بيحاول ميكادو يعرفه انه مش بيفكر في كده، لكن بياخده كده وبيروحوا عشان ياكلوا بره، وبيقول له بس يا حبيبي انا عارف كل حاجه. وفي الوقت ده بيحاول كده انه يكلم بنات مختلفه، لكنهم بيرفضوه على طول، وبتقول واحده منهم ان هي بتحب واحد تاني، وبيحاول كده يقنعها انهم لو اتكلموا فده مش خيانه، مش لازم يعني تعقد الامور كده ها. وبيبقى باين عليه اتجنن تماما، وبيبقى ميكادو واقف بيتفرج عليه ومش عارف هو بيعمل في نفسه ليه كده. وبنعرف ان في المدينه دي في ناس بيتجمعوا عشان يكونوا جماعات ويعملوا اعمال عنف من وقت للتاني، وكل مجموعه من دول ليها لون بيميزها عن غيرها، والناس بتسميهم بعصابات الالوان. لكن المجموعه اللي نشرت نفوذها مؤخرا ملهاش لون معين ويعتبروا كده شفافين، واللي هم جماعه الدولارات، والناس بتقول انهم فريق مميز جدا وبيجمعوا الاعضاء بتوعهم من خلال الموقع بتاعهم اللي على النت، والناس بتقول برضو ان هم اللي ورا انخفاض عدد الحوادث مؤخرا. بنرجع ليهم مره تانية وبيكملوا بعدها طريقهم، وبيقول له كده عاجبك كده يا اخويا اهو البنات بتهرب بسبب وشك الكئيب ده. وفي الوقت ده بيقابلوا ياماسكي وكاريزو وبيسالوه لو عايز يروح معاهم لتورانو لان في كتاب موسيقي عايزين يسمعوه سوا، وبيسالهم ميكادو عن جماعه الدولارات وبيستغربوا جدا من سؤاله ده، وبيقول له كاتودا اللي معاهم انه اكيد خايف من بعد الكلام اللي سمعوا عنهم، وان هو كمان سمع انها مجموعه خطيره جدا والاحسن ان هو ما يقربش منهم ابدا مهما فضوله زاد، وبينبهر بيه كده، وبيقول له انه عامل زي الشخصيه الرئيسيه الناضجه وشخصيه الاخ الكبير. وبيكمل كاتودا كلامه وبيقول ان في اماكن كتير في المدينه دي ما ينفعش انه يقرب منها، ده غير ان من الوقت للتاني في ناس بتختفي فجاه كأن المدينه بتبلعهم، وفي ناس تانية بتدور عليهم لكن بيبقوا اختفوا خلاص. وبنشوف بعدها سيجي وبيقول في نفسه انه لازم يقدر يشوفها وحبها عليها هيخليها تجيله، فيا ترى هو يقصد مين بالكلام ده؟ المهم بيكمل ميكادو وكيدا طريقهم وبيشوفوا بالصدفه ارني وحواليها شويه بنات كده بيضايقوها وشكلهم غريب، وبتقول لها واحده منهم انا سمعت انك بتتعاملي بغرور دايما، وبيلاحظوا انها خايفه منهم، وبتنده واحده منهم لاصحابها واللي بيكون فرد من جماعه الدولارات واسمه هيروشي، وبيبقى ميكادو واقف وشايف اللي بيحصل ده وبيقول انه لازم يساعدها لكنه ما يعرفش المفروض يعمل ايه بالظبط، وبيفكر كده انه يدخل ويسلم عليها وياخدها بكل هدوء من وسطهم ويمشوا، وقبل ما يعمل كده بيظهر ناكورا وبيسالهم لو ناويين يوقفوهم، وقبل ما ميكادو يرد عليه بياخده معاه وبيروحوا ليهم على طول وبيرميه وسطهم يتصرف هو بقى، وحركه يعني اخر قله جدعنه ومش بيعرف ينطق حرف وسطهم، وبيقول ناكورا عن اللي بيعملوه ده مش كويس خالص، وبتناديه واحده منهم بانه راجل كبير وبتساله بيعمل ايه هنا، بيرد عليها ناكورا بيقول لها انا هعمل نفسي ما سمعتش اللي انت قلتيه ده وانا لسه عندي 23 سنه، وبيعرفها انه مش من هوايته يعني انه يأذي البنات، لكنها شكلها كده هتبقى واحده من هوايته قريب، وفي لحظه بس بيقطع الواحده فيهم شنطتها
حطتها وبتقع في الارض وبياخد منها تليفونها وبيفضل يدوس عليه لحد ما بيدمره تماما. وبتتعصب البنات دي جدا وبيقرر هيروشي انه يتدخل وبيفضل يعمل حركات غريبه كده لكنه من اول ضربه بيقع على الارض وبيتفاجئ يا عيني لما بيلاقي نص شعره طار وبيبقى شكله غريب وبيفضل يصوت. ولما باقي البنات بيشوفوا اللي حصل ده بيترعبوا وبيجروا كلهم وبيكمل الباقي طريقهم. وبيقول ناكورا لميكادو انه شجاع جدا لما حاول يساعد ارني وبيبقى واضح انه يعرف كده وبقاله كتير ما شافوش. وبيبارك لميكادو على قبوله في الاكاديميه وبيفكر ميكادو كده لو هو ده ايزاي اللي لازم يتجنبه وما يتعاملش معاه. وبيحاول كده يغير الموضوع بسرعه لكن بيقوم ناكورا وبيقول انه فعلا ايزاي وبيساله كده جه ليه وبيقول ايزاي انه جه عشان عايز يقابل شخص معين. وبيبص كده لميكادو وبيقول انه قابله خلاص. وفي اللحظه دي بيتحدف عليه صندوق زباله ضخم وبيقع على الارض على طول. وبيجي شخص كده لابس نضاره ولبس نادل شغال في حانه وبنعرف ان اسمه شيزي وبيقول له يا ابني انا مش قلت لك ما اشوفش وشك في المدينه دي تاني. بيقول له ايزاي انه كان فاكر انه بيشتغل في المدخل الغربي. بيعرفه شيزو انه اتطرد من الشغل من فتره كبيره وبعدين انا مش قلت لك ما تنادينيش بالاسم ده تاني انا اسمي شيزو. واول ما ميكادو بيسمع الاسم ده بيترعب وبيقول ان ده هو الشخص التاني اللي ما ينفعش يقرب منه ولا يتعامل معاه. وبيستفزه ايزاي وبيقول له انت لسه متضايق مني بسبب الحادثه دي برضه. بيعرفه شيزو انه مش متضايق منه ولا حاجه هو بس عاوز يضربه علقه موت تعلمه الادب. وفي اللحظه دي بيطلع ايزاي السكينه بتاعته وبيبقى جاهز للقتال لكن بيجي هيروشي وبيبقى معاه صحابه كلهم وبيشاوروا على ايزاي وبيقول لهم هو ده الرجاله اللي خلانا نقرا. لكن الغريب انهم اول ما بيشوفوا شيزو بيخافوا جدا وواحد من كتر التوتر يا عيني بيهجم عليه بالعصايه اللي معاه وبيضربه بقوه لدرجه ان هو بينزف. وبيقوم شيزو بعدها وبيطلب منه ما يلموش على اللي هيعملوا فيه دلوقتي وفعلا بيضربوا ضربه بتحدفه 2 متر وبيبقى شيزو خلاص مش شايف قدامه وبيمسكهم واحد واحد وبيعلمهم الادب. وبيستغل ايزاي الموقف وبيهرب لكن بيقول شيزو انه مش هيسيبه يهرب وبيمسك ثلاجه كبيره وبيحدفها عليه. لكن في اللحظه دي بيظهر سايمون وبيمسكها وبيقدر يحميه منها وميكادو بيكون مستغرب هو جه ازاي ده وبيطلب منه شيزو انه ما يقفش في طريقه وبيهجم عليه لكن بيقدر سايمون انه يصده. وفي اللحظه دي بيقرر ميكادو انه ياخد ارني ويهربوا وفعلا بيجروا بكل سرعتهم وبيوصلوا لمكان فاضي وبيقعد ميكادو كده عشان ياخد نفسه ولسه بيستوعب ان هم واقفين مع بعض لوحدهم. بتشكره ارني وبتسيبه وبتمشي وبنرجع لسيجي وبيكون اخيرا لقى البنت اللي هو كان بيدور عليها. بنشوف بعدها شخص وبنعرف ان اسمه شينرا بيشتغل كطبيب غير مرخص في المدينه دي وبيعالج الاشخاص اللي بتتصاب بالاسلحه اللي مش قانونيه وبيعمل عمليات جراحيه لاي حد عاوز انه يغير شكل وشه مهما كان السبب. وبنعرف كمان انه عايش مع الدراجه عديم الراس واللي بيكون اسمه سيلتي واللي بنعرف كمان انها بنت. وبيرجع شينرا للبيت وبيسال سيلتي هي ازاي بتقدر تشوف في العالم مع انها ما عندهاش عيون اصلا. وطبعا بيكونوا بيتكلموا عن النت لان هي مش هتعرف ترد وبتقول له انه مستحيل تقدر تقول له حاجه هي اصلا مش فاهمه هي بتعملها ازاي. بيفكر شينرا معاها وبيقول مش يمكن الماده الوهميه اللي بتتسرب من جسمك دي بتستوعب المكان اللي بترتد منه وده اللي بيخليكي تاخدي معلومات عن كل حاجه بتحصل. بترد عليه سيلتي وبتقول انها مش مهتمه تعرف اصلا هي كده كده بتقدر تشوف وتسمع فمش مهتمه تعرف بتعمل كده ازاي. وفي نص ما هم بيتكلموا بتروح له للمكتب بتاعه وبتقعد معاه وبيطلب منها شيرو انها تحكي له عملت ايه النهارده في يومها وبيحكي لها انه ريهارا قال ان شغلها النهارده ما كانش حاجه تتذكر اصلا. بترد عليه وبتعرفه ان الشغل النهارده ما كانش صعب خالص وخلصته بسرعه. وبنشوف الصبح وبيطلع انه ريهارا ده هو ايزاي ومش عارفين احنا هو ليه كام اسم لحد دلوقتي. المهم يا صديقي بيقول لها ان هو هيعتمد عليها من النهارده وبيديها الفلوس اللي كانوا متفقين عليها وبتاخدها سيلتي وبتساله لو هي اللي تفكيرها كده ولا هو فعلا في حاجه غريبه ومش مفهومه. بيضحك ايزاي وبيقول لها لا ده تفكيرك طبعا ده انا حتى غلبان. وبيكمل كلامه وبيقول بالمناسبه سمعت عن دولهان شكلها كده جنيه من غير راس وموجوده في ايرلندا وفي فنان متجول وعجوز جه لحديقه يوكي وفضل يقول انه شاف واحده قبل كده وسمع كمان انه كان عامل دوشه كبيره جدا بسبب موضوع انها من غير راس ده. وبتساله سيلتي لو هي لسه موجوده هناك بيرد عليها ايزاي انه مش متاكد بالظبط. وقبل ما يكمل كلامه بتتحرك هي على طول وبيبقى شكل الموضوع ده مهم بالنسبه لها جدا. وبتوصل للحديقه اللي ايزاي قال عليها وبتفضل تسال على الفنان ده كل اللي موجودين هناك وبتقول لها واحده انه لسه ماشي من شويه وقال له انه هيروح ليوكوهاما وبتروح على طول للمكان ده. وبنعرف ان الدولهانات دول بيشيلوا رؤوسهم المقطوعه تحت دراعهم وبيركبوا عربيه بعجلتين وبيجرها حصان من غير راس هو كمان وبيزور بيوت الناس اللي خلاص هيموتوا ولو فتحوا الباب عادي كده بتحدفهم بحوض مليان دم. لكن برضه رغم كل ده ما ينفعش نربط ظهورها بشيء زي الشؤم. وبيبدا شينرا يصور نفسه وهو بيحكي وبيقول ان الحكايه دي بدات من 20 سنه لما صحيت بنت فجاه في الجبال واكتشفت ان راسها مش موجوده وادركت ساعتها انها خسرت عدد كبير من ذكرياتها كمان يعني مثلا نسيت ايه اللي حصل لها عشان تبقى كده لكنها عرفت انها دولهان وان اسمها كان سيلتي وكمان كانت عارفه ازاي تستخدم اعضائها وبتسمع وبتشوف كمان وده فاجئها جدا. وبعد شويه تفكير ادركت ان افكارها كانت مشتركه بشكل طبيعي بين جسمها وعقلها والذكريات اللي خسرتها دي اكيد فضلت في راسها اللي خسرتها هي كمان وعشان كده قررت انها ترجع راسها مره تانية اللي بتحتوي على حقيقه اهميه وجودها وده هو المغزى الحقيقي من وجودها دلوقتي. وطبعا ممكن يكون راسها بعدت عن جسمها بناء عن رغبتها وكده مش هيكون في طريقه ابدا انها تلاقي راسها مره تانية. لكن بنرجع لسيلتي تاني اللي بتفضل تدور على العجوز ده وكل ما تروح للمكان اللي المفروض هو موجود فيه بيختفي وبيقول لها ازاي انها ممكن تاجل الموضوع ده لبكره عادي وبتقول انها كانت يائسه جدا وقالت
ان ممكن راسها تكون هناك، وكانت عايزه ترجعها مهما كلفها الموضوع، وانها زهقت جدا من فكره انها عايشه بذاكره مش معروفه. بيكمل شينرا حكايته وبيقول انها اكتشفت ان راسها كانت في طريقها الخاص عبر البحار، وكانت السفينه دي متجهه لليابان، وعشان كده قررت انها تسافر عشان تلحقها، لكنها كانت قلقانه جدا على الحصان بتاعها، وحصانها ده كان من فصيله منتشره عند الدولهانات، وهو روح بتسكن في جثه الحصان. وبيجي يوم كده وبتلاقي فيه موتوسيكل وبتقرر انها تاخدها وتتخلى عن الحصان بتاعها. بنرجع لسيلتي وبتروح لشيزو في الحانه اللي بيشتغل فيها، وبيقول لها انه شاف العجوز ده فعلا، وبيسالها لو عايزاه يجي معاها لانها اكيد مش هتعرف تتواصل معاه من التليفون بالكتابه وبس، وبتقتنع بكلامه وبيروحوا له فعلا، واخيرا بيلاقوه وبيقول لهم ان خلاص الليل جه ومش هيقدر يرسمهم. لكن بيسالوا شيزو لو هو فعلا شاف دولهان، بيرد عليه الراجل ده وبيأكد على كلامه وانه فعلا شافها في جبل ايرلندي لما كان شاب. وبتساله سيلتا عن اللي يقصده بما انه قال انه فقد راسها. بيضحك الراجل ده وبيقول لها لا الموضوع مش كده، هو بس راسها كانت مفقوده فما كنتش قادر ان اتخيل شكلها عشان يرسمها. وبيدي لهم دفتر فيه الرسومات اللي رسمها عليها هي والحصان بتاعها زمان، وبيقول ان الدولهان دي امراه وجمالها كان ساحر، وشافها في طريق جبلي في ليله ضبابيه ومرت من قدامه بسرعه كبيره جدا، وكان ظهورها مفزع وجميل في نفس الوقت، وحس كده انها مش من العالم ده. ولما رجع للفندق اللي هو فيه وسأل عنها قالوا له انها اكيد دولهان. وبتساله سيلتي لو رسم اي رأس ليها في لوحاته، بيرد عليها وبيقول لها انه ما قدرش يرسمه. وبتساله عن تفاصيل شكلها، بيقول لها بنت انت غبيه ولا ايه؟ ما انا لو قادر اوصفها كنت رسمتها وخلاص. وبيساله شيزو انت ليه قلقان بسبب الموضوع ده؟ بيرد عليه وبيقول ان دي كانت افضل تجربه مر بيها في حياته، والليله اللي شافها فيها دي تعتبر هي حياته اصلا، ونفسه يقدر يرجع ذكريات اللحظه اللي شافها فيها. وبعدها بيشكروه وبيسيبوه وبيمشوا. وبنرجع لسيلتي وهي قاعده مع شينرا وبيقول لها بس انت مش فاكره اليوم اللي شفتيه فيه اللي هو بيحكي عنه ده مش كده؟ بتاكد فعلا سيلتي على كلامه، عشان كده هي ما تعرفش اذا كانت الدولهان اللي بيتكلم عليها دي هي ولا لا. وبتفكر وبتقول انها دايما بتسال لما كان عندها راس ايه الافكار اللي كانت بتفكر فيها وكانت ايه هي دوافعها. بيقول لها شينرا انها ما ينفعش تقلق، وان لحد دلوقتي هي لسه عندها طريق طويل عشان توصل لهدفها. بتساله سيلتي عن اللي يقصده بالظبط، وبيقرر انه يقولها لها صريحه، وبيطلب منها انها تستسلم، وممكن يكون الكلام اللي قاله الراجل الغريب ده صح، وانها فعلا مش محتاجه الراس. وبيطلب منها انها تشيل الموضوع ده من دماغها، ولو هي عايزه فهو ممكن ياخدها لاي مكان هي عاوزاه او حتى المدينه بتاعتها ويفضلوا مع بعض للابد. بتقول له سيلتي انها مش بتكرهه لكنها زهقت من كونها كده. بيقوم شينرا وبيطلب منها تتصرف كامراه طبيعيه ولو لمره واحده. بتتعصب سيلتا جدا وبتسيبه وبتقوم، وبيرجع شينرا للكاميرا بتاعته وبيكمل الحكايه، وبيقول انها بعد ما طلعت على السفينه قدرت تقنع الطاقم السفينه انهم يسمحوا لها تسافر، لكنها ادركت قد ايه هي بتجذب الانتباه وكان مذهول اول ما شافها، وكان ساعتها عنده 4 سنين بس، وكان في طريق رجوعه لليابان مره تانية مع ابوه. واول ما شافها طلع على طول وحكى له اللي حصل، وانه شاف ست شكلها غريب ومش طبيعي ابدا، وكان متوقع ان ابوه ما يهتمش للموضوع ويضحك وبس، لكنه اهتم جدا وراح وسالها وقال لها هو انت فعلا من غير راس؟ يعني بعيدا عن ان محدش بيروح يسال حد سؤال زي ده، لكنه ما تجاهلش كلام ابنه في الاول وفي الاخر. وقال لها لو خليتيني اشرحك مره واحده بس هوفر لك مكان عشان تبقي موجوده هنا. فوافقت طبعا على طول وبدا ان هو يشرحها، وشكلها كده انها مش فاكره اي حاجه من اللي حصل ده، وللاسف المخدر البشري ما ينفعش معاها ساعتها، فاكيد انها كانت صدمه نفسيه ليها. وبيعرف ساعتها انها ما عندهاش قلب واعضائها مش بتقوم بوظائفها، لكنها برضو موجوده وخلاص، وعندها اورده لكن الدم مش بيتدفق فيها. وبيقول كمان ان حياتها عامله زي النموذج التشريحي تقريبا، لكن المفاجاه ان اي جرح عندها بيلم في ثواني. وبيسال ازاي في حد هيقدر انه يقتلها بالشكل ده، وبيدي اداه التشريح لشينرا اللي عنده 4 سنين عشان يشرحها هو كمان، يعني هي جت عليه. وتربيته دي كانت سبب ان شينرا يبقى هو كمان دكتور زيه. وبيحكي وبيقول ان من ساعه ما شافها وهو مفتون بيها، والمشاعر دي ما اتغيرتش ابدا خلال ال20 سنه اللي قضاهم معاها. وبيسال نفسه ايه اللي هتعمله لما تلاقي راسها، يا ترى ايه اللي هيحصل لها. وفي اللحظه دي بتدخل سيلتي وبتساله بيصور ايه، وبيعرفها الحقيقه وانه كان عايز يحكي عن حياتهم اليوميه وقصتهم كمان عشان يشوفها الناس كلها. بيجي تاني يوم وبيروح شينرا للراجل ده وبيكون مبهور من رسمه للدولهانات، وبيقول انه رسمه مثالي، لكنه بيقول انه مش مثالي ولا حاجه وانهم ما عندهمش راس. لكن بيقول له شينرا ان هي مش محتاجه راس اصلا. بيقول له الراجل ده انه بيقول كده وخلاص لانه ما شافش شكلهم وما يعرفش هي قد ايه حلوه، لكن بيعرفوا شينرا ان هو بيفضل شكلها كده اكتر وشكلها كده بالنسبه له مثالي. بنشوف في يوم تاني وسيلتي بتنفذ مهمه معينه وبتكون خلاص هتخلصها، لكن بتحصل حاجه غريبه وبيظهر شخص غريب لونه اسود وعينه حمراء، بيهجم عليها بالسيف بتاعه وبيجرحها في دراعها وبيشيل الخوذه بتاعتها، لكن بتقدر سيلتي تبعده عنها. وبيستغل الراجل التاني ده الفرصه وبيهرب، وفي اللحظه اللي جرحها بيتلم فيه بتسمع صوت منه بيقول انها وحش مش بشريه، وبيجري الشخص اللي هرب من سيلتي وبيفضل يقول ان في وحش وبيسمعه ميكادا وكيدا، واللي واضح ان في مجموعه مثبتاهم وبيستغلوا الموقف وبيهربوا على طول. وبترجع سيلتي وبتحكي كل اللي حصل ده لشينرا وبتساله ده ايه بالظبط وهل ممكن يكون كائن فضائي. وطبعا شينرا مش بيبقى فاهم هي بتهزر ولا ده تاثير الصدمه ولا ايه. بيجي تاني يوم في المدرسه وبيبقى ميكادو بيحاول باي طريقه يفتح اي كلام مع ارني اللي طبعا معجب بيها، وبيكون كده واخد باله من حاجه زي دي، لكنه بيعمل اكتر حركه زباله ممكن يعملها مع اي حد، وبيطلب منها انها تخرج معاه. والاتنين بيتفاجئوا جدا، وقبل ما ارني ترد بيقول لها انا مش محتاج ردك دلوقتي، انا مستني رد 7 بنات حاليا ولسه هقرر بقى هخرج مع مين. وبيطلب منها ميكادو ما تدلوش
اهتمام وتاخده على قد عقل، ده فاكر نفسه احمد عز ولا حاجه. وبيبدا بقى يحكي لها انه امبارح حاول يتعرف على بنات لكنهم طبعا طنشوه، فاكر هاد ولا خش يجيب لك سطر الجلاليب من جوه. وفي اللحظه دي بيهجموا عليه كده وبيهزروا مع بعض، ولما الحصه بتخلص وبتخرج ارني بيوقفها المدرس اللي هي بتتجنب التعامل معاه واسمه ناسوجمي، واللي بيكون واضح كده انه مش تمام، وبتسالها لو في اي حاجه مضايقاها او كده تروح له وتحكي له على طول، وبيلمسها بشكل غريب ومش بتكون طبعا مرتاحه خالص، وبيعرفها انه هيوصلها للبيت النهارده، وبيشوفه كده وبيبقى فاهم هو بيعمل ايه بالظبط، وبيطلب منه يبطل اللي بيعمله ده. بيتوتر ناسوجيما بيقول لها ما تفهميش الموضوع غلط وتنشري اشاعات، ده وضع عبيط. بيروح لهم كده وبيقول له لا يا عم ما تقلقش انا اللي هنشر الاشاعات دي باذن الله. وفي الوقت ده بيشوفهم ميكادو وبيكون متضايق ان هم واقفين مع بعض، وبعد ما بيخلصوا بيقعدوا كلهم سوا، وبيطلب منها كده انها لازم تاخد بالها لان الاشاعات اللي سمعها عن ناسوجمي مش قد كده خالص، وبيخدع الطلاب اللي مش فاهمين حاجه زيها كده. وبيسالها ميكادو البنات اللي كانوا بيضايقوك امبارح دول كانوا معاكي في المدرسه الاعداديه مش كده؟ بتستغرب ارني وبتساله انت عرفت منين؟ بيقول لها ان ده الاحتمال الوحيد اللي استنتجته، وان كان في بنت بتحميها منهم لما كانوا في المدرسه، لكن بما انها مشيت فرجعوا يضايقوها مره ثانيه. وبيسالها كده انت لسه ما لقيتيش صاحبتك ولا ايه؟ واللي بيكون اسمها هريمه، وبتقول لهم ان هريمه ما بقتش تيجي المدرسه وكمان مش موجوده في بيتها، لكنها بتبعت لها رساله هي واهلها وبتقول فيها انها في رحله عشان تخفف عن احزانها شويه ومحدش يقلق عليها. بيستغرب كده وبيسالها ايه اللي حصل اصلا عشان تحتاج تخفف عن حزنها، وبتضطر ارني انها تحكي لهم، وبتطلب منهم ما يتفاجئوش لما يسمعوا كلامها ده، وبتعرفهم ان هريمه مطارده. بيفهم كده وبيقول لها يعني هي كده بقى كانت بتطرد سيجي، ولما رفضها راحت في رحله عشان تموف اون يعني. وفعلا شكو بيكون في محله وبتاكد ارني على كلامه، وبيسالها ميكادو لو هي كانت صاحبه مقربه ليها، بتعرفه ارني انهم على طول كانوا مع بعض وكانت بتشجعها على كل حاجه، وعارفه انها كانت بتستغلها لكن هي برضه كانت بتعمل كده لان سهل جدا تعيش وانت معتمد على شخص تاني، لكنها دلوقتي اتعودت على غيابها. وبتحكي لهم ان السبب الوحيد اللي خلاها تترشح لرئاسه الفصل هو انها قالت انها عايزه تعمل كده هي كمان، فحبت تعمل كده بدلها يمكن تتفوق عليها في مره. بنرجع لشينرا وسيلتي وبيقول لها ان في شغل لازم تخلصه من شخص اسمه شيكي من مجموعه اوكوسو، وبيكون واضح انهم اتعاملوا مع بعض كتير قبل كده، وبنعرف ان الشغل ده بيبقى عباره عن التوصيل مره تانية. وبيقول لها لكن لازم ترجعي الشيء ده، وبيقول انا ما سالتش ايه الشيء ده بالظبط لكن ممكن يكون احسن لينا اني ما اسالش اصلا، لكن بخصوص الشيء ده فالشخص اللي سرقه هرب لكنهم عارفين المكان اللي مستخبي فيه، فعشان كده ما ينفعش ياخد منهم وقت انها تقبض عليه. وبتسمع كلامه وبتقوم عشان تنفذ المهمه دي. وبيقول لها شيرو انه سمع ان في ناس كتيره كانوا ضحايا للمشرح فلازم تاخد بالها، وبنشوف شويه اشخاص بيتكلموا عن المشرح ده، وبيقول واحد منهم انه بيجرح الضحايا بتوعه بس من غير ما يقتلهم، وبيكتب عليهم كلمه يو. وبعدها بيروح كده المطعم السوشي وبيقابل صحابه، وبيطلب من كاتودا انه يحكي له اكتر عن عصابه الدولارات لان واحد من اخواته مهتم جدا بيهم وخايف انه يورط نفسه معاهم ولا حاجه. وبيقول له كاتودا انهم ما يعرفوش حاجات كتيره عنهم لكنه هيحكي له كل اللي يعرفه، وكده بيبقى بيعمل كل ده عشان ميكادو وانه ما يروحش للجانب ده. وبنشوف ميكادو في الشارع وبيلاحظ وجود سيجي وهاريما وبيروح وراهم على طول، ولما بيوقفهم بيتفاجئ ان دي مش هاريما، دي مجرد واحده شبهها، وبيسيبهم يمشوا ومش بيكون فاهم مين دي بالظبط. وعلى الناحيه الثانيه بيكون كده شايف ميكادو، وقبل ما يروح له بتقابله اشخاص من مجموعه الاوشحه الصفراء وبياخدوه معاهم، وبيتهجم واحد منهم عليه لكن بيجي ميكادو عشان ينقذه منهم. على الناحيه الثانيه بنشوف سيلتي مع الوحش الغريب ده، وبيجي شخص بيقول ان في وحش وبيستغل ميكادو وكده الموقف وبيجروا على طول، وبيبقى المشهد ده شفناه قبل كده. ولما بيوصل ميكادو وكده لبر الامان بيفضلوا يضحكوا على الموقف ده. وبنشوف بعدها ايزيا وبيروح يزور بنت في المستشفى واللي بيكون واضح كده انها اخت كيدا، واللي بتتفاجئ من زيارته دي وبيسالها الوضع عامل ايه وبتعرف انه بيزورها كل فتره. بنشوف بعدها كتادو والباقي واللي بيبقوا اصبحوا من جماعه الدولارات خلاص، وهم بيطاردوا عربيه تانية وبيكون فيها الاثنين اللي كانوا هيخطفوا ماجنتا، ولما بيحسوا انه خلاص مفيش امل بينزلوا من العربيه وبيحاولوا ان هم يهربوا، وبينجح فعلا واحد منهم انه يهرب لكن التاني بيمسكوه، وبيقول له كاتودا انه عايز يساله عن شويه حاجات كده او بالتحديد التجارب البشريه اللي بيشتركوا فيها. وبنرجع بالزمن 8 ساعات وبنشوف الناس دي وهم بينزلوا من العربيه، وبيقولوا ان هو ده المكان اللي المزود قال لهم معلومات عنه، وبيقول واحد منهم ان المكان ده بيوحي ان في اجانب غير شرعيين مقيمين فيه، وبيكون في بنت قاعده كده وشايفاهم هم بيدخلوا، وبيقولوا انهم لازم يخزنوا البضائع اللي معاهم ويسلموها عشان يقدروا يعيشوا. وبيدخلوا المكان كده زي فندق، واول ما بيدخلوا كل الموجودين بيخافوا منهم جدا وبيخرجوا من المكان، ولما بيشوفوا بنات مراهقه بيطمعوا وبيفكروا ياخدوهم عشان ياخدوا زياده 20%، لكنهم بيرجعوا للفكره دي على طول لما بيفكروا كده ان سيلتي ممكن تطاردهم مره تانية. وبيطلع ان في شخص لسه جوه ومش عارف ايه اللي بيحصل بره عشان بيكون لابس السماعات، وبيدخلوا عليه الثلاثه وبيحاول يقنعهم انه ياباني زيهم بالظبط، لكن كل الناس بتفتكره اجنبي لكنهم بيفضلوا مطنحين لبعض ومش فاهمين هو عايز ايه بالظبط. وفي اللحظه دي بياخد تليفونه وبيحاول يهرب من الشباك لكن للاسف بيكون صغير عليه ومش بيعرف. وعلى الناحيه الثانيه بيروح ياماسكي وكاريزوا الكاتودو عشان يخرجوا يتعشوا كلهم، وبيكون كاتودو خلص دهان الحمام وبينبهروا بيه وبيبقى كبير جدا، وبيقول كاتودو انه عمل زي ما هم طلبوا، وبتطلب منه كاريزوا انه ينجز شويه لان النهارده هو اهم يوم في الشهر كله. وفي اللحظه دي بيرن تليفونه وبيكون كازيتانو اللي كان في المخزن من شويه ده، وبيبعت له رساله بيعرفوا فيها ان مخزن الخدمه اتدمر لكنه مش بيهتم قوي لكلامه. وعلى الناحيه الثانيه
بيبقوا مكتفينه وبياخدوا كل اللي معاه، وبيبقى عنده طاقه غريبه وبيقرر ان هم يدوا له منوم عشان ينام ويسكت، لكن للاسف المنوم بيقع عليهم هم كمان. وبنروح لمكادو وكيدا وبيكون معاهم ارني وبياكلوا في مطعم السوشي، وبتكون ارني متضايقه جدا بسبب الاشاعه اللي طلعت جديد، وبتقول ان في ناس كتير اتخطفت واختفت وما حدش قادر يلاقيهم، وبتكون قلقانه على هاريما جدا، لكن بيطمنوها وبيقول ميكادو انها اختفت عادي، لكن مش لازم تكون اتخطفت او اي حاجه من دي، اصل مش طبيعي يعني تكون اتخطفت وقتلوها وخلصوا من جثتها. بيبصوا له كده وبيقول له يعني مش لازم تحكي التفاصيل قوي كده، البت على تك اصلا. وبنشوف كاتودا واللي معاه وهم بياكلوا سوشي في الترابيزه اللي جنبهم، وبيقدم لهم سايمون الاكل وبيقول لهم ما تقلقوش احنا بنعمل السوشي بتاعنا بالسمك عادي، مش زي ناس كده بتعمله بلحم البشر. وبيبقوا يعني عايزين يسكتوه خلاص من الكلام اللهبل اللي بيقوله ده، وبيقولوا ان اليافطه اللي بره مش مظبوطه وبياخدوه عشان يعدلها. وبنرجع للعصابه دي واللي بسبب ان المنوم وقع عليهم بقوا نايمين على نفسهم خالص، لكن بيشجعوا نفسهم انه ما ينفعش يناموا لحد ما يسلموا البضايع دي. وبيفضل واحد فيهم يقول ان عينه بتقفل ومش قادر يقاوم النوم، وبيكون معاه تليفون كازاتانو، وبيقول كازاتانو ان الولد ده هو مصدر نعاسهم ولو رموه في اي حته يمكن يفوقوا شويه، وفعلا بيقتنعوا بكلامه وبينزلوه. والمفاجاه بقى ان دي بتكون خطه كازاتانو عشان يقدروا يلاقوه اسرع. بنرجع لكاتودا واللي معاه وبيروحوا لكازاتونا المكان اللي كان فيه ده، وبيفضلوا ينادوا عليه لكن مش بيلاقوا حد، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا ان المكان متدمر يعتبر، وبيفهموا ساعتها معنى رسالته اللي بعتها. وبيقول توكوسا ان اكيد الناس اللي خطفوه دول هم ناس اللي بيصطادوا البشر ومش هيقدروا يلاقوه ابدا. وبيفضل يندي بعينه ويقول ازاي اعيش من غير كازيتانو، بس حد يفهمني مين اللي هيواسيني ويتكلم معايا. وبيبقى واضح كده ان كازيتانو مهم جدا بالنسبه له، وبيروح كاتودا يواسيه، وبيقول لو كان اتخطف لما بعت الرساله دي فهم ما عندهمش وقت طويل، وبيقولوا انهم لازم ينقذوه بسرعه قبل ما يسلموه. وبيسالوا توكوسا وده هيحصل ازاي. وفي اللحظه دي بتدخل البنت اللي كانت قاعده وشايفاهم واللي بنعرف ان اسمها هاشيم، وبتقول لهم انها شافت عربيتهم وبيكونوا عارفينها وبيفضلوا يشكروا فيها. بنشوف بعدها شينرا وهو بيتكلم في التليفون مع كاتودا، وبيقول له كاتودا انه لازم يلاقي المجرمين دول ويحرر الاجانب، وانهم مش عارفين مكان وزمن تسليم البضائع للمجرمين دول بالظبط، لكنهم لازم ينقذوه باسرع ما يمكن. وبيوصف له العربيه بالظبط وبيدوا له ارقامها، وعلى الناحيه الثانيه بيشكروا هاشيم على المعلومات اللي اديتها لهم، وبيدوها وجبه سوشي كده وبيتحركوا، وبتتحرك سلت هي كمان وبتاخد الورقه اللي فيها المعلومات اللي توصلها بيهم. وبنعرف ان الناس اللي بيعملوا الحاجات دي هم اشخاص متخفين عشان يعملوا الاعمال دي، وبيخطفوا الناس اللي ما فيش حد هيلاحظ اختفائهم ويسلموهم للمجرمين بعدها، ويعملوا هم بقى اللي عايزينه، وبيكونوا كده زي اكلي لحم البشر. بنشوف بعدها في صيدليه وبتقول الدكتوره للممرض ان اتباعهم بعتوا كميه قليله جدا من المؤن الشهر ده، وبيقول لها انهم بقوا حذرين جدا في الفتره الاخيره بخصوص طريقه حصولهم على المواد. وقبل ما تكمل الكلام بتقطعه وبتعرفوا انها مش عايزه اعذار، وبتطلب منه يطرد الاتباع اللي مش هيقدروا يوصلوا لمستوى احتياجاتهم، وبتمسك صورتها هي واخوها واللي بيكون سيجي. وبنشوف بعدها حاجه غريبه جدا وهي راس بنت في محلول ومقفول عليها، فتفتكروا ايه الموضوع بالظبط. المهم بنرجع لسيلتي وبتفتح الورقه تشوف المعلومات، لكنها بتتفاجئ ان دي ورقه مكتوب فيها طلبات البيت اصلا، وبتفضل تشتم في شينرا. وبيبقى كاتادو واللي معاه عملوا كل حاجه عشان يلاقوا العربيه السوداء اللي خطفت كازاتونا، لكنهم برضو مش بيوصلوا لحاجه. وبيفضل كاتادو يفكر ويقول انهم لازم ينقذوا كازاتونا مهما الموضوع كلفهم. وبتقطع كاليزو تفكيره وبتقول احنا ليه ما نجربش نتصل على رقم كازاتونا، يمكن حتى نقدر نتفق مع الناس اللي خاطفينه دول ويرجعوه. وفعلا بيقتنع كاتودا بكلامها وبيطلع تليفونه وبيرن عليه، لكن المفاجاه ان ايزيا هو اللي بيرد عليه وبيقول له انا كنت معدي من هنا ولقيت شخص نايم على الارض ومعاه التليفون ده، وبيوصف لهم هو فين بالظبط. لكن فجاه بيظهر شيزوا وبيطرده عشان يخلص عليه، وبيرمي ايزيا التليفون على الراجل اللي نايم ده وبيجري على طول. ولما كاتادو اللي معاه بيوصلوا للراجل ده بيحاولوا انهم يصحوه بكل الطرق، لكنه طبعا بيبقى في سابع نومه بسبب المنوم اللي خده بالغلط. وبيقلبوا كاتادو وبياخد منه تليفونه وبيقول انه هيخلي اصحابه يقولوا لهم عن مكان كازاتونا، وبيغير صوته وبيرن عليهم على انه هو الولد ده، وبيسالوه اخيرا صحيت. بيعتذر لهم وبيقول لهم انا جاي ليكوا دلوقتي انتوا فين بالظبط، وفعلا بيقول له الشخص ده على مكانهم. وبيفرحوا جدا ان خطتهم نجحت وهيقدروا ينقذوا كازاتونا، وبيقولوا على نفسهم انهم بقوا من الدولارات خلاص كده. وبيبقى سبب دخولهم لجماعه الدولارات بسيط جدا. وبيقول كاتودا انه جات له رساله في يوم كده حد بعت له وبيقول له عايز تدخل لجماعه الدولارات ومفيش اي قواعد، مجرد ما يقول انه موافق هيبقى واحد منهم خلاص. ومن فتره قريبه بدات الاشاعات تنتشر عن المجموعه دي وقد ايه هي غريبه. في البدايه كان فاكر ان الموضوع مجرد هزار، وفي اليوم اللي بعده بعتوا له رابط وكلمه سر، ولما سجل دخوله اسمه بقى يظهر في موقع الدولارات، ومفيش اي عضو من الاعضاء قدروا انه يشوف القائد. وبما انهم مش بيشوف القائد ولا بيقدروا يلاقوه فهو مش حاسس انه بيشتغل تحت امر شخص معين، لكنه عنده فضول كبير يعرف مين الشخص اللي اخترع النظام الغريب ده. بنرجع للعصابه وبيبقوا واقفين بيتوقعوا هيجيبوا كام من ورا كازاتونا لما يسلموه للمجرمين. وفي اللحظه دي بيوصل كاتادو واللي معاه وبيستعدوا انهم ينقذوا كازاتونا، لكنهم بيقولوا لهم انتوا فاكرينها سهله كده ولا ايه، وبيقفوا مستعدين لاي هجوم. لكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا السلت داخل عليهم، واول ما بيشوفوها بيترعبوا وبيفتكروا اللي حصل معاهم قبل كده، وبيروحوا بسرعه يخرجوا كازاتونا من العربيه وبيهربوا على طول. لكنهم مش بيسيبوهم برضه وبيكملوا وراهم وبيمسكوهم فعلا، وبيطلبوا منه انه يعرفهم مكان توصيل البضائع اللي بيسلموها دي. لكن بيقول يا ماسك ان الموضوع هيكون ممل لو قال لهم من غير ما يعذبوه الاول. وبتعرض عليه كاريزولا كود
كتب تعذيب عشان يختار الطريقه اللي هيتعذب بيها. هم يعني مش مفتريين للدرجه دي. وبعدها بيقرر الراجل ده انه يستسلم ويقول لهم على كل حاجه، وبيروح لصيدليه ياكيري اللي بتكون ضخمه جدا واللي بيحصل فيها كل التجارب البشريه دي. وبنشوف اخت سيجي وهي بتكلمه في التليفون وبتقول له انه يقدر يصرف كل اللي هو عاوزه وياخد راحته على الاخر. هو بيشكرها سيجي واللي بيكون معاه البنت اللي شبه هاريما. فتفتكروا مين دي بالظبط وازاي هي شبه هاريما كده؟ المهم يا صاحبي بنشوف بعدها شيزو وهو واقف في الشارع وبيسمع واحد بيكون متعصب وهو بيحكي وبيقول انهم طردوه من الشغل وكمان طردوه من سكن الشركه، ده غير انه ما خدش مكافاه نهايه الخدمه بتاعته ودلوقتي هو حرفيا مش لاقي ياكل، ده غير ان الحكومه مش هتساعده. وفوق كل ده خد قرض من البنك عشان بنت شغاله في حانه واسمها من، لكنه مش بيقدر يقابلها في مكان شغلها وكمان ما عندوش رقمها، لكن اللي بينهم حب حقيقي بجد. وبيبقى شيزو سامع الكلام ده ومتعصب جدا وبيروح له بيقول له يعني انت مش بتقابلها غير في مكان شغلها وكمان مش معاك رقمها وبتسمي ده حب. وبيشيل العمود اللي واقفين عنده من كتر ما هو متعصب وبيرميه بعيد. وبيمشي شيزو بعدها مع صحابه اللي بيلموه على اللي عمله وبيعرفوا انهم مش هيكسبوا حاجه وهو كل يومين يضرب له واحد كده. وبيروحوا عشان يشوفوا السكن اللي هيقعدوا فيه وبينزلوا بالليل للشارع وبيكون شيزو مش طايق نفسه ولا طايق المدينه دي. وبيشوف صورة اخوه اللي بيكون اسمه هناجيما في السينما وبيروح له شخص بيكون واضح انه بيراقبه بقاله شويه وبيقول له ان اخوه عمل بطوله كمان في فيلم وبقى مشهور جدا وبما انه اخوه فلازم يكون فخور بيه. وبيديله الكارت بتاعه وبيقول له انه شكله حلو وعنده كاريزما كبيره ويقدر يمثل هو كمان. وبيقول له ان اول ما شاف اول فيلم لاخوه عرف انه هيكون ليه مستقبل كبير وسمع كمان انه هو اللي دربه على التمثيل وطلب منه يحكي له اكتر عن الموضوع ده. وكل ده بيكون شيزو بيسمع وساكت وفجاه يا عيني بيمسكوا يرنوا علقه بتخلي كل الناس تتفرج عليه. وبيقول شيزو انه عمره ما كان بيتعصب كده بعيدا يعني انه هو صغير اخوه كل حاجه بتاعته فمسك التلاجه وكان خلاص هيحدفها عليه، ده غير ان هو زمان ما كانش بيقدر يسيطر على نفسه ولحد دلوقتي كمان نفس المشكله. وبنشوف زمان مره وهو صغير وكان واقف مستني الاشاره تفتح عشان يعدي هو واخوه لكن بيتفاجئ بشخص بيضرب ست في المحل اللي قدامهم وبيضايقها والمشهد ده بيعصبه جدا وفي ثانيه بس بيبقى مكسر المحل كله على دماغه لكن مش بيبقى عارف هو ليه عامل كده مع ان اهله ناس عاديه وطبيعيه خالص. وبنشوف كمان ان اول مره شاف فيها سيلتي كان في المدرسه وماشي مع شينرا اللي عمال يكلمه وهو مش مهتم بكلامه واول ما بيشوف سيلتي بيجري يطمن عليها لانها ما رجعتش البيت امبارح عشان كانت بتدور على راسها وساعتها حس لما شافها بشيء غريب مش قادر يوصفه. وبيفتكر كمان اول مره شاف فيها ازيا واللي من كتر ما عصبه كسر ملعب المدرسه كله. وبيعرفوا شينرا عليه انه كان معاهم في المدرسه الاعداديه وما ينفعش يتصرف كده لكن بيقول شيزو انه مش بيعصبه وبيقول ازيا انا كنت بهزر معاك بس مالك كده وبيناديه بالاسم اللي شيزو بيكرهه وده بيعصبه اكتر وبيهجم عليه عشان يضربه لكن بيقدر ازيا يتفاداه وبيجرحه هو بالسكينه بتاعته. وفي اليوم ده حاولوا الاثنين انهم يقتلوا بعض وكان بيكرهه كره كبير جدا حتى ملوش اي سبب. هو اول ما شافه بقى يكرهه ومن ساعتها وهم نائر ونقير مع بعض وكل يوم بيتخانق شيزو خناقات كبيره جدا وطبعا ازيا هو اللي بيكون ورا كل ده. ولما اكتشف كده كان خلاص لو مسكه هيقتله حرفيا لكن ازيا عرف يهرب منه. ومن ساعه ما اتخرجوا من اكاديميه تريرا وشينرا بقى عامل نفسه دكتور وازيا بقى بيشترك مع العصابات وبيساعدهم لكن هو بقى كل شويه يطرد من شغلانه بسبب عصبيته الزياده والمشاكل اللي بيعملها لحد ما بيلاقي وظيفه نادي الفحانه وبيدخل عليه اخوها نجيمه وبيديله كراتين فيها لبس كتير للشغل بتاعه وبيقول له انه خلاص ما ينفعش كل شويه يغير وظيفه وبما انه اشترى اللبس ده كله فهو مضطر يحترم نفسه شويه ويكمل في الوظيفه دي. وبيشكره شيزو وبيوعده انه هيبذل كل جهده عشان ما يقتلش حد هنا ولا حاجه لكن للاسف بعدها ازيا بينصب له فخ والشرطه بتقبض عليه وبيختفي ازيا من المدينه خالص. وبعدها بتكتشف الشرطه انه بريء وما عملش حاجه وبيخرجوه ساعتها لكن للاسف بيطرد من شغله ومش بيقدر يحافظ على وعده مع اخوه. وبعدها بيقابل صاحبه توم اللي كان معاه في المدرسه الاعداديه وطلب منه انه يشتغل معاه ويساعده في وكالته الخاصه وبتحصل ديون وبيبقى الحارس الشخصي بتاعه والموضوع ده بيضايقه في الاول لكن بياخد عليه وبيتعود بعد كده لكنه بيفضل لابس لبس النادي اللي جاب اخوه ما هو لازم يستفيد منه برضه. وبيجي يوم وبيكون شيزو واقف مع توم معاه في الشغل لكن اللي هناك بيتريقوا عليه وعلى اللبس اللي لابسه وبيسالهم توم انتوا ما سمعتوش عن شيزو قبل كده ولا ايه؟ بيرد عليه واحد منهم يقول لا والله ما حصلناش الشرف هيكون مين يعني ده. بيعرفوا توم انه شخص مشهور وفي اللحظه دي بيشرب من الضحك عليه وبيطلب منه يروح يجيب له مشروب تاني بدل ما هو واقف مش بيعمل حاجه كده. وساعتها بيعرف توم اللي هيحصل لهم دلوقتي وبيسيبهم وبيمشي وبيمسكهم شيزو واحد واحد وبيعلمهم الادب وحرفيا بيكسر المكان كمان. وبنشوفه بعدها واقف مع سيلت اللي بيعرفها انه ارتاح جدا من الكلام معاها وبيحكي لها انه بقى متضايق جدا الفتره الاخيره دي ومش عارف السبب حتى. بتقول له سيلت انها سمعت فعلا اشاعات عن كده فقلقت عليه وبتقول له انه بيحب اخوه فعلا وبيضحك شيزو كده وبيسيبها وبيمشي. وبنعرف ان هو عاوز يبعد عن الناس كلها لكنه برضه مش هيقدر ان هو يبقى وحيد وعشان كده هو بيحاول يبقى على اتصال باخوه على طول او توم وبيكون شايف انهم شبهه جدا وبيرتاح معاهم. وهو راجع في طريقه بيشوف ازيا وبيقول انه فعلا كان شامم ريحه معفنه اتاريه هو وبيقرر انه يهجم عليه لكن بتعدي عربيه من قدامه وبيختفي ازيا ساعتها ومش بيبقى فاهم هو راجع تاني للمدينه دي لكنه بيقرر انه مش هيسيبه المره دي. بنشوف بعدها سيلتي وهي قاعده في الاوضه لوحدها وبيدخل عليها شينرا وبيكون متحمس جدا وبيقول لها انه لسه واخد باله دلوقتي ان النهارده هو يوم اجازتها الاول خلال
65 يوم شغل، لكنه بيلاحظ انها مش مبسوطه وبتقول له انا سمعت ان البشر بيحلموا عشان ينظموا ذكرياتهم مش كده، لكنه بيفضل يقول كلام غريب ملوش علاقه بسؤالها وبيفضل يتفلسف، لكنه بيقول لها في الاخر ان ما حدش عارف ايه سبب الاحلام بالظبط. وبتكون سيلتي ممنونه ليه جدا، ومؤخرا بقت تحس ان مشاعرها ليه هي مشاعر حب. وبيطلب منها شينرا انهم يخرجوا النهارده يتفسحوا شويه، وهو كمان هياخد اجازه معاها وبيكون متحمس جدا، لكنها بتقول له انها مش عايزه تروح في اي حته. وبيسالها شينرا عن السبب، بتقول له انه لو هياخد اجازه النهارده فهتطبخ له عشان تشكره على اللي بيعمله عشانها. وبيتحمس شينرا اكتر وبيبدا يفكر في اكل تطبخه له. وبنشوف بعدها الكاتودا واللي بيكون واقف قدام صيدليه ياكيري، وبيقرر انه يبحث ويدور ورا الصيدليه دي ويعرف ايه حكايتها بالظبط. وفي اللحظه دي بيعدي من جنبه شخص غريب وبيولع صاروخ، وبيبقى لابس حزام فيه الصواريخ وبيجري على الصيدليه. وبنرجع لسيلتي وشينرا اللي بيعجبوا الاكل جدا لدرجه انه بيعيط من حلاوته، وبتساله سيلتي لو في حاجه غلط وعشان كده بيعيط، لكنه بيفهمها انه بيعمل كده من حلاوته بس، وبيفضل يشكر فيها وفي اكلها، لكنها مش بتقتنع وبتطلب منه انه لو مش حلو ما يجبرش نفسه انه ياكل منه. لكن بيكمل شينرا اكله عادي وبيقول لها انه فعلا حلو، وساعتها بتتعصب وبتشيل الاكل من قدامه خالص. ومش بيزعل شينرا، بالعكس بيقول لها انه فعلا اكلها حلو وكان مستمتع بيه جدا. وبيقوم وبيسالها لو عايزه تلعب او حاجه. بتتضايق سيلتي وبتطلب منه ما يعاملهاش زي الاطفال لان ده بيضايقها اكتر من اي حاجه. وبيحاول شينرا يفهمها انها مش كده، لكنها بتقول له انه مش بيعمل لها حاجات كتير، لكن جزء الذكريات اللي عندها بيرجع ل 100 سنه. بيسالها شينرا هي محتاجه ذكريات 100 سنه فاتت اصلا وانها جميله زي ما هي دلوقتي. بتتعصب سيلتي جدا وبتقول له انه ما يعرفش حاجه وانها خلاص بدات تنسى ملامح وشها، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبيعدي الوقت وبيرن الجرس وشينرا بيفرح جدا وبيكون فاكرها رجعت اخيرا، لكنه بيكون واحد بيعرفوا انه عندهم حاله حرجه في المستشفى وحاولوا انهم يوصلوا له لكنهم ما عرفوش. بيجي تاني يوم وبتكون ارني بتدور على الجزمه بتاعتها لكنها مش بتلاقيها خالص، وبيقرر ميكادو انه يساعدها ويدور معاها. وبتحكي له انه وهي صغيره كانت متعوده انها تضيع الحاجات دي ومامتها كانت بتساعدها تلاقيها، وبتشكر ميكادو انه دور معاها وبتقول له انها هتروح كده بقى وخلاص. وقبل ما يرد عليها حتى بتسيبه وبتمشي، لكن بيفضل ميكادو يدور واخيرا بيلاقيها في الحوش. وبنشوف بعدها سيلتي وهي مع شينزو اللي بيكون واقف قدام ارض فاضيه معروضه للبيع، وبيقول شينزو ان الموضوع غريب فعلا وانه مش قادر يفتكر حاجه خالص. وبتفضل سيلتي تفكر وبتقول انا ايه اللي بعمله ده، انا اتضايقت لما شينرا قال لي ابطل ادور على راسي، لكن اني اشتغل ويكون عندي اصحاب ده ما يخلينيش زي البشر بالظبط. بيقطع شينزو تفكيرها وبيسالها لو عايزه تكلمه في موضوع او تحكي له حاجه، لكنها بتقول له ان مفيش اي حاجه. وبتقول انا افتكرت الارض اللي احنا واقفين قدامها دي كانت مبنى طويل ولونه ازرق مش كده. بيفرح شينزو جدا انها افتكرته وبيقول لها ايوه كده عفارم عليك يا بنت. وبتفضل سيلتي حاسه ان راسها موجوده في المدينه دي، وبترجع مره تانية للبيت وبتلاحظ ان شينرا مش موجود وكمان شنطته مش موجوده، فبتعرف ان هو راح الشغل، لكن برضه في شيء مختلف وغريب وبتقرر انها تروح له. وعلى الناحيه التانية بنشوف في صيدليه ياكيري الولد اللي كان معاه الصواريخ وهو متبهدل على الاخر، وبيحكي الراجل لشينرا انه كان معاه العاب ناريه وكان متعصب جدا واحتاجوا لناس كتير عشان يقدروا يهدوه. وقبل ما يفقد الوعي قال ان صاحبته اتخطفت وكل اللي هي فاكراه هو المكان ده، وكان عايز يعرف ايه اللي عملوه ليها بالظبط. وبيساله لو يقدر يخليه ما يفتكرش اي حاجه عنهم لما يصحى. بيعرفوا شينرا ان مفيش طريقه سهله تخليه يمسح الذكريات كده، وبيقولوا انهم ما يعرفوش اصلا اذا كانوا هيرجعوا لبيته او لا. وبيكمل كلامه وبيقول لشينرا ان هو والرئيس بيثقوا فيه جدا لانه عارف سرهم وحافظ عليه رغم كل حاجه. وبتبقى سيلتي في طريقها للصيدليه ونسيت كل اللي كانت بتفكر فيه وموضوع راسها وكل حاجه. ولما بتوصل لشينرا بيفرح بيها جدا وبيطلب منها انهم يروحوا ياكلوا سوا، وبتوافق وبيروح ياكلوا السوشي اللي بيكون ضخم جدا وشكله غريب، لكن بيفهم سايمون انها مجموعه خاصه وصفقه مفيش زيها. وبعد ما بيخلصوا اكل بتفتح سيلتي كعكه الحظ بتاعتها وبيكون جواها ورقه مكتوب فيها اشياء مفقوده وموجوده، وبيقول لها شينرا ان ده معناه انها هتلاقي اللي بتدور عليه قريب جدا. وبيفتح شينرا بتاعته واللي بيكون مكتوب في الورقه اللي فيها حب غير متبادل، وبتفرح سيلتي جدا وبتساله ايه اللي طلع له، لكن بياكل شينرا الورقه وبيقول لها ولا حاجه ما تشغليش بالك انت. وبيروح ميكادو بالليل وهو متشيك ولابس الحته اللي على الحبل عشان يدي الجزمه القرني، لكنها بتاخدها منه وبتشكره وبتقفل الباب على طول من غير ما تقول اي حاجه تانية. وبيحس ميكادو بالاحباط لكنه بيبقى واخد على كده. وبنشوف بعدها سيجي والبنت اللي معاه وبنلاحظ وجود جرح في رقبتها، وبيسالها لو هي قادره تفتكر اي حاجه، لكنها بتقول له انها مش قادره تعمل كده. وبيطمنها وبيقول لها انها مش محتاجه تفكر حاجه ولا ماضيها ولا مستقبلها مهم، هو عايزها زي ما هي كده. وبيقول لها ان هو بيحبها، وبنعرف ان اسمها سيلتي. فتفتكروا مين دي بالظبط وايه حكايه الجرح اللي في رقبتها ده. وفي اليوم ده ومن وقت طويل جدا بتقدر سيلتي تحلم بنفسها وهي كامله عادي، وبنشوف ان وش سيلتي في الحلم هو وش سيلتي اللي مع سيجي. وبتكون سيلتي قاعده ومستنيه سيجي يخلص مكالمته مع اخته نم اللي بيشكرها على الفلوس اللي حولتها له، وبيروح يسالها لو محتاجه اي حاجه يجيبها لها، وبيقرر انه يروح يشتري لها حاجه تشربها، وبيحط التليفون في الشنطه. وبتستغل سيلتي انه مش شايفها وبتاخد التليفون وبترميه في النافوره اللي قدامهم. واول ما بيرجع بتحضنه بطريقه غريبه، وبنعرف ان نامي وسيجي كانوا دايما عايشين لوحدهم، وحتى قبل ما سيجي يتولد كانت تحت رعايه عمها. وفي يوم دخلت لمكتبه عادي وشافت الشيء الغريب ده، وهي راس لبنته محفوظه في صندوق ومحلول. وكان عمها على طول بيبص للشيء ده اللي المفروض انه متهرب من بلد اجنبيه، وكان ساعتها بيكلمها وكانت جميله جدا، اجمل
من كل العرايس اللي كان بيديها لها، والسبب ما كانتش بتخاف منها، بالعكس كانت شايفاها كائن حي طبيعي عادي. وفي يوم من الايام حكت السر ده لسيجي ووريتها له، واللي اول ما شافها انبهر بيها وبجمالها، ومن اليوم ده بدا كل شيء والندم الوحيد اللي في حياتها. وبنشوف بعدها نامي وهي رايحه لايزيا مكتبه، واللي بيقول لها ان دي اول مقابله ليهم، وبيفضل يسالها عن شويه حاجات كده، لكنها بتتجاهل كلامه وبتوري له صوره ليها هي وسيجي، وبتطلب منه ان يلاقيه في اسرع وقت وهتدفع له اللي هو عايزه لانها مش عارفه توصل له من امبارح. بيقول لها ايزا بس ده ما عداش وقت طويل من اخر اتصال بينك وبينه، انت ليه قلقانه كده؟ لكنها بتتجاهله وبتعرف ان هو مع بنت في جرح في رقبتها. بيقول لها ايزا طب ما يمكن عاوز يقضي وقت سعيد معاها، ما تسيبيه في حاله شويه، لكن بتصمم نامي انه لازم يلاقيه في اسرع وقت. بيغير ايزيا الموضوع وبيسالها لو عايزاه يدور لها على حاجات اهم من كده شويه، وبيكمل كلامه بيقول لها ان في شعب بتقول ان في شركه اجنبيه اسمها نيبولا ممكن تستولي على شركتك مش كده؟ لكن قبل ما يكمل كلامه بتقطعه نامي وبتعرفه ان ما فيش وقت للكلام ده ولازم يلاقوا اخوها في اسرع وقت. بيمسك ايزيا الصوره وبيقول انا ما كنتش متوقع ان ست موهوبه زيك تقف في حب اخوها الصغير بالشكل ده. وبتساله نامي وانت ايه اللي تعرفه عني بالظبط؟ بيقول لها ايزيا اللي اعرفه ان نامي ست محترمه، وبرغم ان الموضوع عائلي الا ان ابوك راجل بيسكر كتير وفقد مركزه، وسمعت ان الرئيس الحالي واللي هو عمك هادي ومتزن اكتر بكتير، وعشان كده قدرت انك تدخلي الشركه بمجهودك الخاص وبقيتي في مركزك ده رغم صغر سنك، ده غير بقى ان شكلك حلو جدا. بترد عليه نامي وبتقول له بما انك حلو بقى كده ومفيش حاجه بتستخبى عليك فمش هيكون صعب بالنسبه لك بقى انك تلاقي لاخويا. وبيقول لها انها مش لازم تكون متطفله بالشكل ده. بتتعصب نامي جدا وبتقول له انها مش متطفله ولا حاجه، هي بس عايز تحمي اخوها، لكنه بيرد عليها وبيقول لها ان المتطفلين مش بيكونوا مدركين انهم كده وبيكونوا فاكرين انهم كده بيحموا الشخص اللي قدامهم. بتتعصب نامي اكتر وبتطلب منه ما يتدخلش في حاجه ما تخصوش، وبيقرر ازاي انه يريح دماغه وبيقول لها انه هيساعدها وخلاص. وبتلاحظ ان في لعبه شطرنج موجوده وبتساله عن قواعد اللعبه، لكن بيسالها سؤال تاني وبيقول لها هو انت بتغيري من البنت اللي في جرح في رقبتها اللي مع اخوك دي؟ بترد عليه بكل برود وبتقول له انا ليه هغير منها اصلا، وبتقول في نفسها انها مستحيل تكون بتغير منها، لكن الغيره اللي بتحرق قلبها دي بسبب تاني خالص. وبتفتكر اليوم اللي حكى لها سيجي انه واقع في حب واحده، والمصيبه انه حب واحده ما عندهاش جسم ولا قلب، حب الراس اللي كان عمه محتفظ بيها، وعشان هي كانت عايزه تبعد الشيء ده عن سيجي ويبطل تفكير فيه باي شكل. اول ما دخلت الشركه سالت عمها لو يقدروا ان هم يحطوها في المختبر كعينه ابحاث، ومن هنا بدا الموضوع وبدات شركه نيبولا تتصل بيهم، وكانت حريصه جدا ان ابحاثهم ما تتسربش. لكن في يوم اتسرقت بطاقتها الامنيه، البطاقه الوحيده اللي عندها، والراس كمان اختفت. وبعدها بيكلمها سيجي وبيقول لها انه قتل شخص ومش عارف المفروض يتصرف ازاي، والشعور اللي حسيته نامي ساعتها ما كانش خوف او غضب منه، وكانت حاسه بفرحه غريبه ما تتوصفش، وده بسبب ان سيجي كان محتاجها هي بس وطلب مساعدتها هي بس، وراحت له على طول وكان بياكل عادي جدا ولا كانه لسه قاتل واحد. وبتحضنه نامي وبتطلب منه ما يقلقش خالص ويسيب كل حاجه عليها وبس، وبتقول انها ما كانتش تعرف ان في بنت غبيه اسمها هارم كانت بتلاحقه في الوقت ده. ولما دخلت لاوضه سيجي وشافت الشيء ده اضطر سيجي انه يقتلها، وبتوعده نامي ساعتها انها هتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تحميه، لكن بيقاطع ايزا تفكيرها وبيقول لها ان ما فيش داعي لخوفها ده كله، وان الشرطه اكيد هياخدوا له الحجز قريب ويتصلوا بيها بعدها. بتزعله نامي وبتطلب منه ما يهزرش معاها، وفي اللحظه دي بيجي لها تليفون وبتخرج على طول. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف سيلت اللي مع سيجي في الحمام، وحد بيبعت لها رساله بيطلب منها تاخد بالها لانها لسه في ناس بيطاردوها، وبتخاف سيلت جدا وبتخرج وبتطلب من سيجي انهم يمشوا دلوقتي، وبيوافق سيجي قبل ما يستوعب اي حاجه، وبتقول له بعدها انها خايفه جدا وبيسالها عن السبب. بتطلب منه انه ياخدها لمكان بعيد جدا عن هنا، وبتفضل تشد فيه ومش بيكون سيجي فاهم هي عايزه تروح فين بالظبط. وبيشوفهم شيزي وسيلتي واللي بيفتكروا انهم مجرد اتنين متجوزين بيتخانقوا ولا حاجه، لكن فجاه بتقرر سيلتي انها تجري وبتعدي من قدام شيزي وسيلتي، واللي اول ما بتشوفها بتعرف ان الوش ده مش غريب عليها ابدا، ده زي ما يكون راسها اللي بتدور عليها، وبتقوم بسرعه تلحقها وبتقدر انها تمسكها. وفي اللحظه دي بتفضل سيلتي تصوت وبتطلب منها تسيبها، وبيحاول شيزو انه يهديها لكنها بتدخل في حاله غريبه وبتفضل تصوت. وفي اللحظه دي بيجي سيجي وبيضرب شيزو وبيكون فاكر انه عاوز يعمل فيها حاجه، وبتقدر سيلتي تهرب من سيلتي الاصليه وبتجري عشان تلحقها، لكنها بتقلق على شيزو، لكنه بيطمنها وبيقول لها انا كويس روح انت بس الحقيها، مع اني مش عارف انت عاوز تمسكيها ليه وسيبي لي انا الاخ ده. وفعلا بتاخد سيلتي الدراجه بتاعتها وبتروح وراه عشان تلحقها، لكن بتخبط سيلتي في ميكادو وهي بتجري، وبيفضل ميكادو يتذلها وبيحاول يطمن عليها، واول ما بيشوفها بيفتكرها هارمه اصلا. وفي اللحظه دي بتوصل لهم سيلتي لكن بياخدها ميكادو وبيجروا بسرعه، وبيجري وراهم سيجي عشان ينقذها، لكن بيمسكوا سيزو وبيسالوا هي صاحبتك؟ بيرد عليه سيجي وبيقول له ايوه وتوأم روحي كمان، وبيسالوا طب ليه هي عامله كده وايه الجروح اللي في رقبتها دي؟ بيقولوا سيجي وانا ايش عرفنا انا؟ والرد ده بيعصب شيزو جدا وبيحدفه بعيد بكل قوته، وبيخبط في عربيه نقل وبيقع على الارض، وبيشوف سيلتي وميكادو وهم بيجروا وبيبقى عاوز يروح يلحقها، لكن بيجي سيجي وبيكمل عليه وبيقول له يعني ما تعرفش ايه المشكله اللي في حبيبتك؟ مش حاسس حتى بالمسؤوليه تجاه الموضوع ده؟ بيسالوا سيجي وده ايه علاقته بحب ليها؟ بيقول له شيزو امال ايه بقى توأم روحك والكلام ده كله؟ بيتعصب سيجي جدا وبيقول له لاني بحبها والحب مش بيوصفه كلام، الحب افعال، والافعال ان احميها من اي شيء ممكن يأذيها. وبيكون معاه قلم وبيضربه في وش شيزو، لكن بيتفادى شيزو وبيجي في ايده وبيقول له شيزو انه عجبه اكتر من
الفيزياء، وعشان كده هيسامحوا على اللي عمله ده، وبيضربوا ضربه واحده وبيسيبوا. وفي اللحظه دي بتيجي الشرطه وبتاخد سيجي، وبترجع سيلتي للبيت وبتحكي لشنرا اللي حصل، وان راسها شافتها على جسم بنت تانية وكانت خلاص هتمسكها، لكن في طالب في الثانويه اعترض طريقها وهربوا لبعيد. لكن المفاجاه ان شنرا بيحبطها جدا وبيقول لها وانت متوقعه بقى ان اصدق الفيلم الهندي ده يعني؟ لكن بتعرفه سيلتي انها مش طالبه انه يصدقها اصلا. بيرد عليها وبيقول لها خلاص ستي مصدقك، لكن ليه شيزو كان معاكي؟ بتعرفه انها كانت في الحديقه وكانت بتخلص الشغل اللي طلبه منها ايزاي، وكان شيزو هناك بالصدفه فاتكلموا مع بعض شويه، وبعدين جالها مكالمه ان المهمه اتلغت، فقعدوا بقى مع بعض. وبتكمل كلامها وهي متعصبه وبتساله ليه في جسم تاني معاه راسها عادي كده، وبيحاول شنرا يفكر معاها في الموضوع ده، وبيقول لها مش يمكن لقوا بنت عندها جسم هيناسب راسك فشالوا راسها وحطوا راسك انت، او مثلا في جثه لسه مقتوله من شويه وقالوا يركبوا لها راس ولا حاجه. لكن سيلتي بتتعصب من كلامه ده وبتقول له يبطل الكلام واللعبه اللي هو بيقوله ده. وبنعرف ان نامي هي اللي عملت البنت دي بعد الحادثه عشان سيجي، وبتبقى شايفه ان اللي عملته ده ما فيهوش حاجه غلط خالص، وبتقول سيلتي انها لازم تلاقي الطالب ده باي شكل ولازم تقابل راسها وتتكلم معاها. بيسالها شنرا تتكلمي مع الراس اللي اول ما شافتك فضلت تصوت، ايه اللي هتعمليه براس باين انها بتعيش حياتها الخاصه؟ هل هتقطعيها من الجسم اللي هي فيه ده عشان مصلحتك وبس؟ وبتبقى سيلتي مش عارفه المفروض تعمل ايه، وبتقول انها مش عايزه تعترف بكده ومش عايزه تعترف انها فقدت راسها وذكرياتها للابد، وان كل اللي عملته في ال20 سنه اللي فاتوا كان من غير فايده. وعلى الناحيه التانيه بيروح سيجي لنامي وبيحكي لها كل اللي حصل وبتحضنه وبتطمنه انها هترجعها ليه مره تانيه، وبتطلب منه يعتمد عليها وبس. وبعدها بتسيبه وبتخرج وبتجمع الموظفين وبتطلب منهم انهم يتصلوا بالاتباع حالا، وبتعرفهم انها مش مهتمه يقبضوا عليها حيه او ميته، وبتطلب منهم يتخلصوا منها فورا لو اضطروا لكده. وبنشوف ميكادو وهو معاه سيلتي في الاوضه بتاعته، وبتبقى سيلتي بتتكلم كده مع حد مجهول وبيطمن عليها، وبيعمل لها ميكادو حاجه تشربها وبيسالها لو بقت احسن دلوقتي وهتقدر تجاوبه على اسئلته، وبيقول لها انت قلت انك مش فاكره حاجه وده معناه انك بتعاني من فقدان ذاكره مش كده؟ لكن مش بترد عليه سيلتي وبتفضل ساكته، وبيقول لها ميكادو انها كده لازم تروح لمركز الشرطه او المستشفى وهم اكيد هيشوفوا لها حل. وبتتوتر سيلتي وبتوقع اللي هي بتشربه وبتفضل تعتذر لميكادو وبتفكر في انها لازم تهرب قبل ما هو يتدخل مره تانية. بيجي الليل وبيروح كده لميكادو اللي بيحكي له كل اللي حصل، لكنه مش بيقدر انه يصدقه، لكن بيعرفه ميكادو ان دي الحقيقه وفعلا ده اللي حصل، وبيحكي له انها مش فاكره اي حاجه، ده غير كمان انها مش عاوزاه يتصل بالشرطه ومش عارف ايه اللي المفروض يعمله بالظبط. بيقول له كده انه مضطر يستنى وبس، وبيسيبه بعدها وبيمشي، وبيقول له يسيب كل حاجه لبكره ويقرر بقى هيعمل ايه لما يسمع الكلام اللي هي هتقوله. وبيدخل ميكادو وبيفضل يفكر وبيقول انه مش عايز يعيش حياه عاديه وانه عايز يعيش حياه مختلفه شويه، وده سبب انه قرر يعتني بيها. لكن في حاجه واحده ما حكاهاش لكيدا، وهي الجرح اللي في رقبتها اللي عامل زي ما يكون حد قطع راسها وركبها مره تانية. وبيجي تاني يوم وبيكون ميكادو قاعد في الفصل في وقت البريك، وبيدخل عليه كده وبيقول له بصوت عالي ايه يا عم عملت ايه مع البت الجميله اللي في شقتك دي؟ وبتسمعوا بقيه الطلاب يبقى عندهم فضول يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط، وبيحكي لهم كده وطبعا بيزود شويه بهارات من عنده، لكنهم طبعا مش بيصدقوه وبيسيبوه وبيمشوا، وبيسالوا كده عن اخبارها وبيعرفوا ميكادو انها لسه نايمه لحد دلوقتي وما اتكلموش من امبارح. وبيقول له كده يا عم سيبك من الكلام ده وتعالى العب معانا، وبيطلع من جيبه ورقه كبيره وبيكون اسم اللعبه درجه التنبؤ بالدولارات، وهي انهم يكتبوا اسماء بعض وكل واحد يصوت اذا كان الشخص ده باين عليه انه عضو في الدولارات ولا لا. وبيلاحظ ميكادو ان كده عنده اصوات كتيره جدا، لكن ريو زميلهم اللي في الفصل اللي جنبهم عنده الصوت واحد بس، وبيقول كده ان ريو ده عضو في الدولارات اكيد، وان احساسه بيقول له كده، وبيقرر انه يروح يساله بنفسه ويتاكد من شعوره ده، وبيروح يسال عليه في الفصل لكنه مش بيكون موجود، وبيقول له زمايله انه اكيد في السطح لانه على طول بيروح لهناك في البريك، وبيروح له كده وبيحاول ميكادو يقنعه انه يسيبوه في حاله وانه مالهمش دعوه اصلا، ده غير انه لو ساله انت عضو في الدولارات فاكيد مش هيقول له بكل سهوله كده. بيقول له كده يا عم سيب الموضوع ده عليا انا عندي خطه جهنميه، وبيطلعوا له على السطح وبيبقى ريو قاعد منسجم وبيكتب الحان في امان الله، وبيسالهم لو عايزين حاجه معينه. بيسالوا كده مره واحده كده هو انت عضو في الدولارات مش كده؟ لكن المفاجاه ان ريو بيرد عليه بكل سهوله بيقول له فعلا، وبيفرح كده ان تخمينه طلع صح، وبيقول له ميكادو ايه رايك مش قلت لك؟ وبيعرفهم على بعض وبيسالوا ميكادو عن سبب انضمامه لجماعه الدولارات. بيقول ريو انه مش عارف ازاي هيرد على السؤال ده بالظبط، لكن الموضوع بدا من 6 شهور وجات له دعوه على البريد من شخص ما يعرفوش وقال له انه مفيش قواعد او قيود في المجموعه، وفكر في الموضوع شويه وقرر ان هو ينضم ليهم. وبيسالوا كده طب وجماعه الدولارات دي بقى عامله ازاي؟ بيقول له ريو انه لو هيقدر يوصفها بكلمه واحده فهتكون عديمه اللون، وده لانهم مش بيحاولوا يوسعوا نفوذهم. وفي وسط ما هما بيتكلموا كده بيرن جرس الفسحه، وبيقرر ميكادو انه ما يقولش لحد خالص عن اللي عرفه ده عشان ما يعملوش ضجه والموضوع يكبر. وبعد ما بيخلصوا اليوم الدراسي بيخرج ميكادو وارني من الفصل، وبيقول كده انه مش هيمشي معاه عشان في اجتماع مهم لازم يحضره، وبيبص له من الشباك قبل ما يمشي وبيقول له بصوت عالي ما تنساش تحكي لي عن البت الحلوه اللي عندك دي. بيتوتر ميكادو جدا وبيحاول يحسن موقفه قدامهم ويقول اي حاجه، وبتقول له ارني انت تعرف ان اعرفك من بدري، وبتبدا تحكي وبتقول انها لما جت تقدم تطبيقات مدرستها كان في قايمه على المكتب وفيها اسامي الطلاب، ولما شافت اسمه قالت انه مميز جدا، وبعدها بقى رؤساء الفصل هما الاثنين وفرحت جدا
جدا بكده. وفي وسط ما هي بتحكي بيفكر ميكادو وهو قلقان وبيقول هو مش الوضع ده عامل زي الوضع اللي كان بين سيجي وهاريما؟ لا انا بخاف من الناس دي. لكن بيقول ان طالما هي جميله فالموضوع ما فيهوش مشكله قوي. لكن بيبعد الفكره دي عن دماغه وبيفضل يفكر انها ممكن تتهوس بيه وتقتله او تولع في بيته ولا تخطف حد من اهله ولا حاجه. لكن بتقطع ارني تفكيره وبتقول انها بتهزر وان الموضوع هيكون مزعج اكيد لو حد زيها فضل معاه على طول. وبتطمنه وبتعرفه ان هي مش بتلاحقه. وميكادو مش بيبقى عارف المفروض يقول لها ايه، لكنه بيقول لها انه عاوز علاقتهم تبقى اقوى شويه. وبتقول له ارني ان ده هيفرحها جدا وبيمشوا سوا. ولما بيخرجوا بيكون في بنت وولد راكبين سكوتر ومستنيين بره. واول ما البنت دي بتشوف ميكادو بتقول لصاحبها هو ده اللي قلت لك عليه. وبنعرف ان صاحبها ده اسمه تاكيشي. وبيقول ميكادو هي قصدها مين المجنونه دي اكيد مش انا. لكن بتعرفه انها قصدها عليه هو ومش لازم يعمل نفسه عبيط. وبيقول لها انت عايز ايه يا بنت انت؟ فبتطلع له تليفونها وبتقول له صاحبك خلاني اشتري تليفون جديد بعد كده. وبيفتكر ميكادو انها البنت اللي ايزاي كسر لها التليفون بتاعها لما كان بيدافع عن ارني. وبينزل تاكيشي وبيقول له انت بقى صاحب الواد اللي كسر التليفون لصاحبتي ونكد عليها؟ تعالى ده انا انفخك. وبيتوتر ميكادو جدا وبيقول له لا يا عم صحابي ايه انا ما اعرفوش اصلا. بيتعصب تاكيشي وبيقول له عرفني قد مين ابوك ولا ولي امرك وانا اروح اتكلم معاه. وبيقول له ميكادو انت مش شايف انك مكبر الموضوع شويه طيب ولا ايه؟ بيتعصب تاكيشي اكتر بيقول له انت هتديني مواعظ. وفي اللحظه دي بتيجي سيلتي وبتدي له شلوت بينامه على الارض. وبيجي ايزاي وبيفضل ينط عليه. وبيروح للبنت دي وبيقول لها انت جبت معاكي صاحبك عشان انا مش بضرب بنات. حركه ذكيه جدا الصراحه، كان ممكن اخدك لكنك مش نوعي المفضل في البنات. وبيقلب على دكتور ميكاوي كده مره واحده وبيزعق لها وبيقول لها يلا ارجعي على بيتك بسرعه بنت انت. وبتعيط البنت دي وبتمشي من قدامهم. وبيقول ايزاي لميكادو انه كان مستخبي ومستنيه قدام بوابه المدرسه عشان عاوز يشوفه لان في شغل بينهم. وبيقول له الا بالمناسبه هي سلت جايه ليه؟ بيتوتر ميكادو جدا وبيقول انها اكيد جت يعني عشان تعرف مكان البنت اللي معاه. وبيقول انا نسيت انا عندي مشوار مهم ولازم امشي. وفعلا بيمشي لكن بتفضل سلتي وايزيا وراه. وبيقول ميكادو انهم كده هيفضلوا وراه لحد البيت ومش هيخلص منهم. وبيقف وبيقول لهم لو عايزين مني حاجه ليه ما نتكلمش هنا وخلاص. وبيقول ايزاي ان الموضوع ما يخصوش وبيسيبهم وبيقف بعيد. وبتقول له سلتي انها بتدور على قريبه ليها وكانت مفقوده لكنها لقيتها امبارح بس للاسف هربت وما تعرفش ايه السبب. وبيبقى ميكادو عارف انها فاشله وبيقول لها انه مش مصدق الكلام ده. بتساله سلتي انت ايه اللي تعرفه عني بالظبط؟ بيقول لها ميكادو انها اسطوره مدنيه وانها من غير راس. وبتساله سلتي لو مصدق حاجه زي دي. وبيطلب منها ميكادو انها تشيل الخوذه ويشوف بنفسه. وبتوافق سلتي وبيتفاجئ ميكادو جدا من اللي شافه ده وحس بشعور هو نفسه مش قادر يوصفه. وبيشكرها انها سمحت له بكده. وبعدين حكت له عن السبب الحقيقي اللي مخليها عاوزه تمسك البنت دي وان الموضوع مفيش اي حد يصدقه لكن هو صدقه واقتنع بيه كمان وهو ما يعرفش السبب. وبتساله سلتي لو هم اصحاب من فتره لكنه بيعرفها انه لسه شايفها امبارح مش اكتر. وفضل يسالها شويه اسئله لكنها كانت فاقده الذاكره. وبتطلب منه سلتي انه يخليها تشوفها. بيعرفها ميكادو انها خايفه منها جدا بسبب انها طردتها امبارح لكن سلتي بتقول له انها لازم تشوفها مهما حصل. وبتطلب منه يحاول يفهمها سوء التفاهم واللي حصل ده. وفعلا بيوافق ميكادو وبيطلب منهم يفضلوا هم هنا ويروح هو يحاول يشرح لها الوضع. وبتوافق سلتي على كلامه لكنه لما بيوصل للبيت وبيدور عليها مش بيلاقيها خالص. وبيكون في اتنين وبيكتفوه فجاه. وبيلاحظ ايزاي وسلتي ان هو اتاخر جدا. وبتشوف سلتي عربيه نظافه واقفه وشها اصلا قديمه فمش طبيعي انها تكون جايه لواحده منهم. وبتشك اكتر في الموضوع. وبيبقوا الاتنين دول مكتفين ميكادو وبيسالوه عن مكان سلتي وبيعرفهم انه ما يعرفش حاجه. وبيطلب منهم يسيبوه. وفي اللحظه دي بيدخل ايزاي وسلتي وبينطوا الاتنين من الشباك عشان ما حدش يشوفهم. وبتروح سلتي عشان تلحقهم لكن بيقول لها ميكادو انها مش لازم تعمل كده لان عارف هم جم منين ولو ما خانتوش الذاكره يعني فهم من صيدليه ياكيري. ولما بيسمع ايزاي الكلام ده بيتفاجئ جدا وبيربط كل الاحداث ببعض. وبيقول لهم ان كل البطاقات في ايده هيعرفوا الحقيقه خلاص. وبتعرف نعمي ان هم ما عرفوش يجيبوها لانها هربت ولا عرفوا حتى ياخدوا معلومات من ميكادو بسبب الناس اللي عنده. وبيرن تليفونها وبيكون ميكادو وبيكلمها وبيقول لها ايه رايك نعمل اتفاق. وبنشوف بعدها سلتي اللي بتكون واقفه بتتفرج على المدينه وبتسال نفسها لو هي اتغيرت فعلا بسبب ال20 سنه اللي قضتهم في المدينه دي. وبتفتكر كلام شينرا لما قال لها ان كل اللي عملته في السنين اللي فاتت دي ما كانش من غير فايده ولا حاجه وطالما هي بتستغل اللي باقي من حياتها فمش ممكن يكون من غير فايده. بتتعصب سلتي وبتساله ازاي هتقدر تعمل كده اصلا. بيرد عليها شينرا بيقول لها بانك تتجوزيني. وعلى الناحيه الثانيه بتروح نامي تقابل ميكادو وبتساله ايه الاتفاق اللي كنت بتتكلم عنه ده. بيقول لها ميكادو انه عنده الشخص اللي هي بتدور عليه. وبتساله نامي عاوز كام مقابل انه يقول لها على مكانها. بيعرفها ميكادو انه مش عاوز فلوس هو بس عايز يعرف ايه اللي سيجي اخوها عمله في هاريما وكمان ايه اللي عملته في جسمها. وللاسف هو ما عندوش ادله على اللي هم عملوه ده. وبيطلب منها انها تسلم نفسها. بتضحك نامي عليه كده وبتقول انها مش هترحمه لو اتعرض لاخوها او عذاب اي شكل وانها مش هتخليه يعيش اصلا. بيستوعب ميكادو هي قد ايه بشعه وان في شخص تاني مات لسبب تافه زي ده وكمان عملت كده في جسمها ومش حاسه حتى بالذنب. وبيسالها انت خدت حياه شخص عشان سبب تافه زي ده؟ انت بتخططي انك تخلي سيجي شخص بائس عشان متعتك الخاصه وبس لكن مش بتهتم نامي بكلامه. وبتقول له انت ايه اللي بتقوله ده وبتحشر مناخيرك في عالم زي ده وانت في السن ده كده فلو كنت ناوي تقول قصه اتقالت قبل كده فاسكت خالص. وبيقول لها ميكادو انه ممكن يكون بيقول
كلام متوقع فعلا، لكن كل اللي بيقوله حقيقه، وان الشخص لازم يدرك حقيقه ان القتل مش حاجه كويسه ابدا. بتقول له نامي انت شكلك كده بتشوف مسلسلات كتير ومأثر عليك وهتصدعنا. بيتعصب ميكادو جدا وبيفضل يقول لها كلام عميق زي كده، لكن بترد عليه نامي بكل برود وبتقول له خلاص خلصت كل اللي عايز تقوله، وبتشاور لواحد من الحرس بتوعها. وبيقول ميكادو انه ما عندوش القوه او الحكمه اللي تخليه يقف ضد شخص مش بيتاثر باي حاجه زيها كده، هي حتى مش مدياله فرصه انه يحاول. وبيطلع التليفون بتاعه وبيقول انه عشان كده هيعتمد على الارقام، وبضغطه واحده بس في رساله بتتبعت لكل الناس. وبتقلق نامي جدا ومش بتكون فاهمه ايه اللي بيحصل بالظبط، والناس بتكون مستغربه من الرساله اللي جات لهم دي، ومش مستوعبين ان كل الناس دي بقت اعضاء في جماعه الدولارات خلاص. ومش بتستوعب نامي ان الرساله دي اتبعتت لكل الناس دول في نفس الوقت. وبيحكي ميكادو انه لما كان طفل كان عاوز يغير اي حاجه، المهم انه يعيش حياه غير عاديه، لكن ما كانش عنده السبب او الشجاعه اللي تخليه يعمل كده. وبيقول ان كان في عوالم كتيره منتشره على الانترنت وعوالم ما قدرش انه يوصل لها، ورجع يتواصل بكيدا اللي انتقل لطوكيو وكون صداقات جديده. وفي يوم بتجيله فكره غريبه جدا، وبيقرروا ان هم ينشئوا جماعه الدولارات وكمان يطلعوا اشاعات عنها، ومحدش عرف خالص ان هم من الفريق. والمفاجاه بقى ان ميكادو ده هو مؤسس جماعه الدولارات، ده غير انه عمل موقع للفريق ده كمان، وخلاه مقيد بكلمه سر، وسرب كلمه السر دي على البريد الالكتروني والرسائل. وطبعا في ناس مصدقوش الموضوع في الاول، لكن بعد فتره بقى في ناس بتحميهم كمان، وكانت الناس فرحانه كلها، لكنه كان حاسس بشعور سيء. والناس بقوا بيقولوا على نفسهم انه من جماعه الدولارات في العالم الحقيقي. ومش بس كده، ده عدد الاعضاء زاد بشكل كبير جدا رغم ان هم بطلوا يسربوا كلمه السر، وده معناه ان في شخص بيسرب معلوماتهم. والناس اللي هو انشا جماعه الدولارات معاهم خافوا واختفوا، لكنه مش بيوقف وبيبعت وبيقول ان اللي بيحصل ده مش صح، وانه عارف ان في ناس كتيره مش كويسه، فليه الناس الكويسه اللي زيهم ما ينشروا جماعه الدولارات بتحتوي على ناس كويسه بس، وانهم يقدروا يعملوا حاجات كتيره كويسه زي مثلا ان هم يلموا الزباله اللي في الشارع او ينظفوا الكتابات اللي بتبقى على الجدران اللي في الشارع برضه. لكن للاسف ما حدش بيرد عليه. وبيجي تاني يوم وبيشوف في الاخبار خبر ان الكتابات الضخمه اللي كانت على الجدران اتمسحت وما بقاش ليها اي اثر. وطبعا ميكادو بيكون فرحان جدا بخبر زي ده، وبيسافر لطوكيو بعد ما دعاه كيدا، وهناك بيفضل يسال عن جماعه الدولارات وبيشوف الناس بيقولوا ايه. بنرجع للحاضر وبيبعت ميكادو رساله لكل الناس بيقول فيها ان الناس اللي مش بس في موبايلها دلوقتي هم اعداء ليهم، وبيطلب منهم ان هم ما يهاجموهوش لكن يفضلوا يبصوا لهم وخلاص. وكل الناس بتفضل تبص لبعضها باستغراب، ومش بتكون نامي فاهمه ايه اللي بيحصل ده بالظبط. وبنشوف قبلها بكام ساعه وميكادو بيقول لهم انه حط خطه وهيخليها تشوف سيلتي، وده مقابل مساعدتها ليه. وبنشوف بعدها سيلتي وهي واقفه على سطح المبنى، وبتقابل كاتودا اللي معاه سيلتي وبتساله عن اسمها. واول ما بتعرف ان اسمها سيلتي كانها بتتاكد من حاجه كانت في دماغها، وبتجري وتنزل من على المبنى على طول. وبتكون الناس سامعين صوت ومش قادرين يحددوا هو جاي منين. وبتبقى سيلتي اتصالحت مع فكره انها وحش ما عندهاش راس، لكن المهم انها هنا وموجوده. ولما بتنزل بيهاجموها حراس نامي، لكنها بتقدر تخلص عليهم بكل سهوله. لكن للاسف واحد منهم بيروح وبيشيل الخوذه بتاعتها، وكل الناس بتتصدم من اللي شايفاه ده، وبيعرفوا ساعتها انها الدراجه عديمه الراس. وكله بيطلع تليفونه وبيصورها، وبتقرر سيلتي انها لازم تثبت حضورها في المدينه دي. وعلى الناحيه الثانيه بيكون ميكادو واقف وبيجي سيجي ومعاه سلاح، وبيطلب منه انه يرجع له سيلتي حالا. وفي اللحظه دي بتيجي سيلتي وبتحميه وبتاخد هي الضربه بداله وبتقع على الارض. وبيقول سيجي انهم لازم يرجعوها لانه لازم يهرب معاها قبل ما الشرطه تيجي. وبيقول لميكادو انه مش فاهم اي حاجه، وانه كان بيراقبها من وهو طفل صغير، وكان عاوز يحررها واتمنى انه يعيش جنبها للابد. وكل يوم بيفكر في كده وبس، ومفيش حد هيقدر انه يحطم الحب اللي بينهم. وبتقوم سيلتي وبتضربه، لكنه بيقول انه مش مهتم باي وجع هيحس بيه طول ما هو عايش مع سيلتي. في الاخر بتتعصب سيلتي اكتر وبتطلع سلاحها عشان تخلص عليه، لكن قبل ما تعمل كده بتصوت سيلتي وبتطلب منها تسيبه، وبتقف قدامه تحميه، وبتقول انه ممكن يكون قاسي وعنيد لكنه مش شخص قاسي ابدا. وبتستوعب سيلتي ساعتها ان دي مش راسها، وبيسالها ميكادو انت هارمه اللي قتلها سيجي مش كده؟ وبيقول سيجي ان ده مستحيل يكون صح، ومش بيبقى مستوعب اي حاجه. وبتبص له سيلتي وبتعتذر له وبتحكي له اللي حصل في اليوم اللي هي كانت بتلاقوا فيه، وراحت له البيت وطلبت منه يفتح لها لكنه مش بيكون جوه اصلا. وجابت مفك وحاولت انها تفتح الباب بنفسها، وفعلا بتنجح انها تفتحه، وبتدخل وبتبقى حرفيا مهووسه بيه من ساعه ما شافته في الفصل وعرفت عنه كل حاجه. لكن اول ما بتدخل بتشوف راس سيلتي قدامها وبتتصدم من اللي شايفاه ده. وفي اللحظه دي بيجي سيجي، واول ما بتشوفه بتترعب وبتفضل تحلف انها مش هتقول لاي حد عن اللي شافته ده. وبيطمنها سيجي وبيقول لها ان مفيش مشكله، لكن مره واحده بيغدر بيها وبيمسك راسها وبيخبطها بقوه في الحيطه، لكنها بتحكي انها ما كانتش ماتت لسه. وخدتها اختها وبتسالها لو عايزه سيجي يحبها. وبيجي الدكتور واللي بيكون شينرا، وبيقول انها لو عملت شويه جراحات تجميليه وحطت شويه مكياج فهيقدر انه يخليها شبه الراس اللي سيجي مهووس بيها دي. وبتقول لها نامي ان اسمها من النهارده هو سيلتي على اسم الراس اللي اخوها بيحبها، وعشان كده هي حاولت تبقى سيلتي عشانه. لكن بعدها قالت لها نامي ان ده مش كفايه، وان حقيقتها ممكن تتكشف قريب، وعشان كده كانوا هيمسحوا ذكرياتها ومشاعرها. وبتفكر سيلتي في الكلام ده وبتقول ان اللي يعرف اسمها الحقيقي هو شخص واحد بس. وبتستوعب ان شينرا كان عارف كل ده من الاول، وبتاخد بعضها وبتمشي بسرعه. وبتقول هاريما لسيجي انها كانت عاوزه تبقى
تبقى معاه باي شكل، فعملت كل اللي تقدر عليه. لكن سيجي طبعا مش بيبقى مستوعب لانه مش عارف انه يفرق الحقيقه والكذب، وبيقول له ميكادو انها هتبقى حاجه حلوه جدا لو حاول انه يرجعها مره تانية، رغم ان ده ممكن يهدد حياته، وانه فاهم هاريما غلط. هي عندها حكمه في حياتها لانها خطرت بحياتها عشانه، فاكيد بتحبه بجد، وهو شايف ان هم شبه بعض جدا. وبترجع سيلتي للبيت وبتمسك في شينرا وبيقول لها عاوزه تساليني ايه اللي بيحصل بالظبط مش كده؟ وبعدها هتقول انت كنت تعرف كل الوقت ده ان راسي موجوده في معمل الابحاث، واكيد انت وابوك كنت بتساعدوا صيدليه ياكيري من البدايه. هل ممكن يكون ابوك هو اللي سرق راسي؟ وانت ازاي قررت تخبي عني كل ده وتعمل عمليه البنت ميته تقريبا؟ انا وحش فعلا، لكن انت الوحش الحقيقي اللي ما عندوش اي انسانيه. وبيقول لها انه ما يعرفش اذا كان ابوه هو اللي سرق راسها او لا، ومش مهتم حتى يعرف حاجه زي دي، وانه عمل العمليه دي لان دي كانت رغبتها هي، وممكن الناس اللي في صيدليه ياكيري هم اللي اقنعوها، لكنه مالوش اي علاقه بالموضوع. وبيكمل كلامه وبيقول انت دلوقتي اكيد بتقولي هو ازاي قدر يقرا افكاري كده؟ انا فعلا اقدر اعمل كده، انا واقف في حبك من 20 سنه بحالهم. بتتعصب سيلتي وبتساله طالما انت عارف ان راسي موجوده هناك ليه ما جيتش وقلت لي؟ بيرد عليها شينرا وبيقول لها لاني بحبك، ولو رجعت لراسك مره تانية فاكيد هتروحي لمكان تاني وهتسيبيني، وانا اكيد مش هقدر اعمل كده، وعشان افضل انك هتفضلي جنبي انا مستعد ان استفاد من حب وموت الناس التانية او حتى نفسي عشان بس تفضلي معايا. بتعرفوا سيلتي انها لو رجعت راسها مش هتسيبه. بيقول لها شينرا ان لو ده شعورها دلوقتي فهو مش ضامن ان ده يكون شعور راسها كمان، وعشان كده هو فكر في الموضوع. وليه بتكشف الجنيه نفسها للبشر في العالم العادي ده؟ هل ممكن تكون هي قادره على التجسد لانها فقدت راسها؟ لو ده كان صح فده معناه انها اول ما ترجع راسها وذكرياتها هتختفي زي الدخان، زي ما يكون كل ده كان حلم، وده اكتر حاجه هو خايف منها. وبتقول سيلتي انها هي كمان خايفه من الموت، وان الشخص زيها ما عندوش راس اصلا بيحلم بكوابيس كتيره بتخليها مرعوبه، وعايزه هي اللي تتحكم بموتها بنفسها وما يكونش ده بايد شخص تاني. وبيقول لها شينرا ان هو فاهم شعورها، لكن بتضربه سيلتي لانها بتكون متعصبه جدا منه. وبيقوم شينرا يرد لها الضربه وبيشيلها الخوذه اللي لابساها، وبيعرفها انها اجمل بكتير من غيرها. وتاني يوم بيعدي طبيعي جدا عليهم كلهم، وبيقول سيجي لهاريما انه مش بيحبها، لكنه كل ما بيبص في وشها بيفتكر سيلتي، فمضطر يقبل بحبها ده لحد ما يقدر يرجعها مره تانية. وبترجع سيلتي لحياتها الطبيعيه مره تانية، وما بتبقاش عارفه نامي اختفت فين، لكنها خلاص ما بقتش تهتم وما بقتش حاسه انها ناقصه اي حاجه، واخيرا اتصالحت مع نفسها وقبلتها زي ما هي. وبيرجع سيجي وهاريما للفصل مره تانية، وبيعتذر سيجي لميكادو على اللي عمله معاه، وبيبقى ميكادو فاكر انه قادر على انه يعمل اي حاجه بعد التسرع الجريف اللي عمله ده، لكنه ما كانش يعرف ازاي يجمع شجاعته ويطلب من ارني انهم يخرجوا سوا. لكنه لما بيجمع شجاعته وبيروح يعمل كده بيلاقي كده واقف معاها وبيديها ورد، وبيتعصب ميكادو جدا وبيضربه، لكن برضه ارني بترفض ان هم يخرجوا سوا، وبتطلب منه ان هم ياكلوا سوا على السطح، وبيبقى ميكادو مبسوط جدا. وبنشوف نامي واللي بتكون مع ايزيا، وبيقول لها انها عملت حاجه غبيه جدا وبوظت كل حاجه عشان تشوه مشاعر حب اخوها. وبنعرف ان ايزيا هو اللي كان بيكلم هاريما وبيطمنها، وهو اللي قال لها تهرب قبل ما سيلتي توصل لها. وبيحكي ايزاي لنامي ان في جنه اسمها فالهالا، وفي الاساطير النرويجيه بيتقال ان فالكاريس هم ملائكه مدرعه، وبتقوم ارواح المحاربين الشجعان لفالهالا، وبتيجي امراه بتحيي الموتى، وبيتقال ان الفالكاريس دول طفوا في الارض قبل كده وهم دول هناك. ولو الكلام ده كان صح فعلا فده معناه ان الراس دي مستنيه انها تقوم مره تانية وتحارب، وسبب عدم فتح عينيها رغم انها لسه على قيد الحياه هو انهم مش في ساحه المعركه. وبتقول نامي ان دي مجرد تخمينات وبس، لكن بيقدر انه يقنعها بكلامه، وبيطلب منها انهم يشتغلوا مع بعض عشان يمنحوا الملاك الساقط اجنحه مره تانية. فيا ترى هو يقصد ايه بالكلام ده، وايه اللي ناويين يعملوه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثاني من الانمي. فلو عجبك الانمي ده قول لي كمل الجزء الثاني حالا. وبس كده يا صديقي، اتمنى تكون استمتعت بالعظمه دي، وما تنساش قبل ما تمشي تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتات عايز نلخص ايه الحلقات اللي جايه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام يا صديقي.